أسعد الله مساكم وأهلا بكم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأغاني الوطنية وأنه مستوى يجب أن يرفع. الآن نحن في طور تشكيل اللجنة إن شاء الله اللي راح تختار القصائد، ومن بعدها راح يكون هناك لجنة تشرف على الألحان، ويعني الأمر في أول سلمة إن شاء الله. بدأنا يعني دائما الختام هو المسك، لكن هذه المرة الافتتاح هو المسك. وصلتني قصيدة من أكبر شاعر في الكويت، أقدر أقوله وأنا مرتاح ومسند ظهري، أكبر شاعر في الكويت. يمكن طلب إنه ما يقول اسمه، إذا سمح لي في المرات القادمة إن شاء الله راح أقول لكم منه. بقرأ لكم جزء منها لأنها طويلة شوي. يقول: أول القيل بسم الله ضاف الإحساني، وآخر القيل ننكر كل الأريل مصده. حسبي الله على من جاب للبرلماني ناس ما هم بكفوله ولا هم بقده، قادهم لين وصلهم لهاك المكان، لا هم عيال أبوه ولا هم عيال جده. حيدر ومثل حيدر واحد مش بهاني، كل ما هو بحيدر كان ما هو بحيدر مثل حيدر نعده. الجحش قام يربط في مكان الحصاني، بأمر فاعل تصير الأرض له مجرى هده، وده إنه يخرب هالبلد في ثواني، والبلد من نواه بشر عنها نرده نلطمه لطمة تبقى لآخر زماني، لين يبرك وهو عاجز عن اللي يوده. والقصيدة يروح فيها بعدين إلى أن يصل يقول: القبائل يد وحده طوال اليماني، بي لحظة تراها كلها مستعدة. هم رجال البلد في كل شدة وماني، خشرة بالدفاع وخشرة بالمودة. وحضرهم، يتكلم الآن عن الحضر، ما حد يقف وقوف متواني، ما حد منهم يتراجع. والبدوهم سلاح الدار في كل شدة. القصيدة مثل ما قلت لكم طويلة، أنا قفزت بعض أجزائها. الأمور مبشرة بالخير بإذن الله. الآن الشعراء يعكفون على صياغة قصائد وطنية. نريد أن نغير يعني القصائد الأغاني الوطنية الحالية اللي تجيب الهم بأغاني ترفع الرأس وتبث الحماسة في قلوب العسكريين كما ذكرنا لكم. طيب، الآن الناس كثير من الناس يسألوني عن صديق البرنامج أبو الريش سيد القلاف. والله أنا من زمان صد عن يعني للأمانة، لكن يستحق من يسلط الضوء عليه. هو أبو الريش حسين القلاف، النائب حسين القلاف، مثل ما قلت لكم هو اللي اختار لنفسه انه يجمع الريش، والى الان للاسف ما جمع الريش. الله يرزقه ان شاء الله بريش يجمعه عشان يحقق امنيته او يحقق وينفذ وعده الذي وعد به. ابو الريش هو اللي شحيح امانه في التصريحات، وانا رجل يعني انتظر على احر من الجمر تصريحات ابو الريش. تصريح ودائما اسئلته وتصريحاته في الصميم ولها علاقه بمصالح الوطن، ما في نقاش على هذا الأمر. واحد من تصريحاته، هذا سؤاله الآن أمامكم، سؤاله يقول لك: وجه النائب، شوف السؤال اللي يهم البلد كالعادة، وجه النائب حسين القلاف سؤالا إلى وزير المالية، قال فيه: أثار النائب صالح عاشور موضوع تبييض أموال تمت في أحد البنوك من قبل إحدى القنوات. في أحد البنوك من قبل إحدى القنوات. من هو البنك؟ ما أدري. من هي القناة؟ ما أدري. أنا أدري بالقناة بس ما أدري شنو البنك. وتجدد إثارة الموضوع في استجواب وزير الإعلام اللي هو قدمه. يعني هل قام البنك المركزي بالتفتيش على البنك للوقوف على صحة هذه المعلومة، علما بأن أحد كبار مسؤولي البنك قدم استقالته نتيجة هذا الموضوع؟ أبو صادق مصلعة هذه، والله مصلعة. أحد كبار مسؤولي البنك قدم استقالته نتيجة هذا الموضوع؟ قدم استقالته، ولا تكلمت الصحف ولا تكلمت القنوات ولا تكلمت الخدمات الإخبارية. قدم استقالته لأن فيه تبييض أموال في إحدى القنوات، ولا حد يعني ولا حد تكلم عن خبر، بسكات بهدوء. غريبة. أنا يعني إذا تبحث عن تبييض أموال في هذه القناة، أنا أقول لك والله شفت زهور في أحد المكاتب، أنا ما أدري بس بشيك لك إذا فيها أحدها زهرة الخشخاش التي يصنع ويستخرج منها الحشيش، بقول لك دور في مجال آخر غير تبييض الأموال يا أبو الريش. دور، يمكن تلقى، يمكن الله يرزقك وتلقى. نبحث لك في واحدة من الأزهار هذه، يمكن نلقى زهرة الخشخاش تمسكها عليهم وتبلغ الشرطة وتبلغ المباحث. الله كريم ما يندرى. أبو الريش أيضا يعني هالمرة هذه زاد على السؤال تصريح أو سؤال آخر. يسأل وزير الإعلام يقول له: أنت في الاستجواب اللي قبل أسبوعين، أنت في الاستجواب قلت لي الله يخلي أوبرلندن، الله يخلي أوبرلندن، ايش تقصد في أوبرلندن؟ أنا قايل لك من قبل يا أبو الريش، أي سؤال عندك اسأل، أنا والله أوفر عليك الإجابة. أوبرلندن يعني أوبر في لندن. أوبرلندن ماذا يقصد بأوبرلندن؟ يعني واحد خذاله أوبر في لندن.
اللي إذا قال لك مثلا أوبر الفحيحيل، يعني واحد خذ له أوبر في الفحيحيل. إذا قال أوبر المنقف، واحد خذ له أوبر في المنقف. أوكي. أوبر لندن، يعني واحد خذ له أوبر في لندن. يا أبو صادق، أنا أتمنى أن تكون الإجابة وصلتك. كما يعني ذكرت لكم قبل قليل، أسئلته دائما في الصميم، ودائما ينشد بها الصالح العام وتهم مصالح الدولة الاستراتيجية والمصالح العليا. النائب عبد الحميد دشتي أحد النواب اللي لهم يعني من الجمال في التصريحات، قفز هذه المرة وراح إلى أن يريد ترتيب بيت الحكم. طبعا أنتم عارفين أن عبد الحميد دشتي مهتم في البيت السوري ومهتم في البيت البحريني، الآن بيلتفت إلى بيت الحكم في الكويت. يقول نبي نعيد ترتيبه، نبي ترتيب بيت الحكم في الكويت. هذا الأمر طرح متى؟ اجتماع الكتلة الأقلية اللي نسميهم كتلة أبو جلحوط، كتلة أبو جلحوط، اجتمعت في مكتب علي الراشد. اللي اجتمعهم هم أحمد لاري، عدنان عبد الصمد، فيصل دويسان المطوع مع حفظ الألقاب، عدنان مطوع، مرزوق الغانم. أيوه، مرزوق الغانم اجتمع معهم. دائما يقولوا لي ربع مرزوق الغانم، يقول ليش تحط على مرزوق الغانم؟ قلت يا أخي وانت تصور أنه دائما مع ربع ناصر محمد أو الرئيس السابق. قلت لهم يا أخي مو بس أنا اللي أقول، الأغلبية 35 نائب يقولون يعني ما خذوا وياهم. فدليل على شنو؟ الأغلبية ما خذوا وياهم. ومرزوق الغانم ذاك الوقت يقول أنا ماني من كتلة الأقلية. هو يا محمد صقر، محمد صقر ما حضر الاجتماع، قال أنا ماني من كتلة الأغلبية ولا من كتلة الأقلية أبدا، وما حضر الاجتماع هذا اللي يقول لكم عنه اللي في مكتب علي الراشد. بينما مرزوق الغانم حضر هذا الاجتماع. لاري، عبد الصمد، دويسان، مطوع، عاشور، دشتي، مرزوق الغانم، نبيل فضل، جويهل، علي الراشد. طبعا القلاف ما حضر، القلاف ما حضر ولا يحضر أيضا لجان مثل ما قلت لكم، ولا يحضر بعض الجلسات، جلسات مجلس الأمة. يعني رجل متفرغ للأسئلة الاستراتيجية والحيوية اللي هي ماذا تعني بكلمتك الله يخلي لك أوبر لندن وما إلى ذلك. دشتي يقول أنا طرحت على هذه الكتلة، يقصد كتلة أبو جلحوط، طرحت عليهم رأي بأنه والله يا جماعة نبي نتقدم باقتراح لترتيب بيت الحكم الكويتي. أنا أقول لك يا نائب عبد الحميد دشتي، يا نائبنا الفاضل المفضال، حط لك مادة، وفر على نفسك وعلى الناس كلهم، على البلد، على المجتمع، حط لك مادة واحدة، مادة واحدة في مقترحك، أنه والله لا يحق للنائب حسين القلاف التدخل في بيت الحكم ولا التصريح باسم الأسرة الحاكمة. ترى ما حد صرح غيره، أنا إلى الآن ما أذكر واحد صرح غيره على الأسرة، وأنه ناصر محمد، الشيخ ناصر محمد طلع وبيرجع أعلى مما كان. ما حد صرح له نائب حسين القلاف أبدا. التصريح الثاني اللي يقول شو يقول عن الديوان الأميري، يقول علمتهم حجمهم، علمت الديوان الأميري حجمه. حسين القلاف فقط هو اللي يصرح. فيا عبد الحميد دشتي لا تقدم اقتراح، امسك النائب حسين القلاف اللي قاعد جنبك على الكرسي اللي جنبك، قول له يا ابو صادق لا تتكلم وانتهى الموضوع. ترى الاغلبيه ما جابوا طار البيت الحكم ولا تكلموا ولا احد صرح منهم باسمه ولا احد تدخل منهم في هذا الجانب. طيب انا ما زلت بانتظار تصريحات النائب حسين القلاف، وانا طالب من الزملاء ربعي الاعلاميين قايل لهم ان يعني تصريحات ابو الريش تخصني، يعني أنا أعلق عليها، وأتمنى منكم الابتعاد وعدم الاقتراب والتصوير، وإن شاء الله أن يعني ما يقتربوا من تصريحات حسين القلاف، لأنها أنا ماخذها حصري للتعليق عليها، يعني إلا اللي بياخذها من وراء ظهري بدون ما أدري، هذا شيء ثاني. هو صديق البرنامج مثل ما قلت لكم، هو صديق برنامج توك شوك. طيب خلينا نمسك موضوع مؤلم ومزعج وغثيث، موضوع البلدية. وما أدراك ما البلدية؟ البلدية أسوأ وزارة في الكويت بلا نقاش. على سوء هالوزارات هذه كلها هي أسوأ الأسوأ. تعرفون نخبة النخبة، هل البل يعرفونها في مزايا البل، هذه أسوأ الأسوأ، ما عاد أسوأ منها شيء. وزارة البلدية تحديدا، ولا أدري يعني حتى اختصر علينا صاحب السمو أمير البلاد عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء سابقا، لما وصف الفساد في البلدية بأنه لا تحمله البعارين. قال لك فساد البلدية لا تحمل البعارين. هذا كلام سمو رئيس مجلس الوزراء اللي هو الآن صاحب السمو أمير البلاد. المفروض أن المسؤولين في البلدية بعد سماع هذه الكلمة، هذه كلمة عتب ونقد، يجب أن تترجم إلى أعمال ينتفي معها الفساد. لكن المشكلة أن الطين زاد بالله.
الطين في البلدية زاد بالله. شو أقول لكم؟ المهندس أحمد الصبيح، أنا بعطيك نصيحة لله يا مهندسنا. تذكر مسلسل يوميات مدير عام اللي هو السوري زيدان، أيمن زيدان، اللي لبس له شوارب وطق له نظارة عشان ما حد يعرفه وراح يتفقد الإدارات؟ نفس الموضوع سوي يا أخي. شوف الكوارث، كل إدارة بلدية تقول الزود عندي في الفساد، الزود عندي. كل إدارة أفسد من الثانية وأسوأ منها، ويتفننون في عرقلة الناس، يتفننون في إذلال الناس وامتهانهم. والله يعني على سبيل المثال لا الحصر، بلدية السامية، شوفوا الناس اللي عندهم مراجعات هناك قاعدين في هالممرات، بعضهم قاعد على الأرض، بعضهم حاط يده على خده، وتقول أمام عيادة كل واحد حاط يده على خده وقاعدين ينطرون. المدير اللي داخل اللي مدير الرقابة أعتقد عنده يعني فوبيا من مسكة القلم، يخشى من مسكة القلم، يدور لك يقلب الورقة يمين ويسار عشان يطلع فيها خلل في ورقتك عشان يردك ويقول لك لا ما يصير. المهم انه يردك، وقاعد على مكتبه 20 معاملة داشة طالعة ولا اتخاذ ولا أي قرار، ولا قرار. يعني أعطيكم على سبيل الأمثلة عشان لا تقولون إنه يعني انتبه. لا، واحد اشترى له بناية، من بنايتين توأمتين، بنايتين توأم، فيبي شرى واحدة بس، يبي يهدم هالبناية. راح لهم، طاح عند مدير الرقابة، يا ويله ويا سواد ليله. قال له مدير الرقابة تعال سجل عندك الطلبات. واحد، تبني سور بين البنايتين. قال يا سيدي أنا بهد البناية، عطني يعني التملك، صك التملك، أو يسمونها يعني المواصفات البناية. قال لا، تبني أول شيء السور. قال يا سيدي بهدم البناية كاملة. قال لا، تبني وبعدين تهدم، تبني السور بعدين تهدم. طيب حط لي مثل ما يسوون يعني في تحديد الأراضي، حط لي مسمارين ويقول هذا حدك. لا، لازم تبني السور بعدين تهدم. هذا واحد. الشيء الثاني قال له تعال، فوق البناية في برج لإحدى شركات الاتصال. طيب المطلوب؟ قال المطلوب شيله. قال أقول لك يا سيدي الفاضل أنا بشيل البناية كلها من عرقها، بطقها وبشيلها. قال لا، شيله وجيب لنا ورقة من الشركة أنك شلته عشان نصدق أنك شلته. هذه اثنين. ثالث، عندك مخزن في ملابس مستأجر وحاطين فيه ملابس. طيب شو المطلوب؟ قالوا هذا المخزن مخالف. قال يا سيدي روح حط عليه مخالفة، خالفة، اكسر الباب، طلع البضاعة، سوي اللي تسوي، أنا رجل أبي أرض. قال لا. الشيء الرابع، عندك البقالة اللي برا، حط عندك من هالأسباب وعرقل. واحد مسكين جايهم أيضا، واحد ثاني بيته قاعد الصبح ثاني يوم من النوم لقى قدامه أكواد رمل، نسافات جاية وحاطة رمل. جايه تهديد، قالوا له نقطع الكهرباء عنك اذا ما شلت الرمل اللي مقابل بيتك هناك بينك وبينه كذا متر. قال يا الربع الرمل هذا ما هو لي ولا ادري من اللي حاطه. قالوا شيله يا ناس، ما هو لي وبعيد عن بيتي. قالوا ما لنا شغل، شيله. اهم شيء انه ما يوقعون. لذلك انا انصح مهندس احمد الصبيح مدير عام البلديه، يا مهندس الصبيح، يا تشتغل مثل الناس يا اطلع يا اخي، اطلع من هالوزاره اللي او هالاداره العامه اللي ترهلت. اطلع وترك عندك التدوير، ما تدوير المدراء كل واحد أسوأ من الثاني. تدور يعني معناتها تنقل المدير ببلاويه بتعقيداتها الى اداره ثانيه. ما سوينا شيء. ضخ دماء جديده يا رجل، عندك من الكفاءات ما يشيب له الولدان في البلديه كلهم غامتهم. اجمع هالمدراء، انا والله لو مكانك لاجمعهم وقطهم في السرداب. تعرف عند المخططات، ما المخططات، حطهم في سرداب لا، وحطهم في غرفه مظلمه وطق لهم كراسي داير مدار مثل هالطاوله هذه بس يكملها، وخمسه سته قاعدين، وعطهم ورقه بيضاء. والله لو تعطيهم ورقه بيضاء اللي يطالعونها يقول ها فيها مخالفات، ورقه بيضاء، ها بيضاء ما فيها ولا كلمه فيها مخالفات. يعطيها الثاني يقول لا راجعنا يوم الاحد، بيضاء. ناس يبون يعقدون المسائل. هذا تفكيرهم. ليش؟ كل الوزارات بدأت تتطور، ما نقول تطورت حيل، بدأت تتطور. يعني وزارة التجارة قامت تخلص الرخص بسرعة، وزارة الشؤون قامت تخلص العمالة وما العمالة بأسرع شوي من قبل، وزارة الصحة قامت تخلص تراخيص صحية أشوى شوي، إلا البلدية
شو المطلوب في البلدية؟ يعني المحاولات العرقلة هذه ليش؟ ليش؟ هل المطلوب في شيء ثاني يعني؟ هل يقصد مسؤولو البلدية أن يشيعون الفساد داخله ولا شو القصة؟ شنو هالتعسف في الفساد؟ ترى الناس واصلة هني، زحمة، لا تنمية، الشوارع مترهلة، الدنيا والجو والأوضاع السياسية سيئة والأموال العامة تسرق يروحوا للبلدية يزيد اختناقهم اختناق. فيا أحمد الصبيح لا توصلها لراس الخشم، الناس ترى واصلة ها لهنا. أنا أقول للبلدية اتركوا عنكم التلذذ بعرقلة الناس وعذابات الناس، اتركوها عنكم. شوف يا مدير عام البلدية، شوف السالمية تحديدا تجد أنواع التعذيب. والله سجن أبو غريب بس على وثائق وعلى مستندات، سجن أبو غريب تعذيب. ليش؟ وتبوا مركز، وصاحب سمو أمير البلاد يقول نبيها مركز مالي وتجاري، وبعدين البلدية. الحديث يطول عن البلدية، لكن اللي بوعد البلدية فيه أنه راح نسوي حلقة إن شاء الله بالصوت والصورة عن البلدية ونعرضها أمامكم. أبي الناس يشوفون تجمع واحتشاد الناس أمام المعاملات، أمام الإدارات، ويشوفون مراجعاتهم، وراح نسأل الناس شنو معاملتك وليش عرقلوك. يا مدير عام البلدية، بإذن الله قريبا ستشاهد ما لا يسرك، كما أظن ما لا يسرك. بعد قليل إن شاء الله سأتحدث مع خبير أمن المعلومات التكنولوجية عبد الله العلي، نسأله عن أمور عدة من ضمنها بطاقاتنا البنكية، هل في خطر عليها؟ التويتر هل نحن مراقبون؟ هل رسائلنا الخاصة يعني يمكن الاطلاع عليها؟ الواتساب ما الواتساب؟ كل البرامج، هل شركاتنا، هل بنوكنا، هل بالإمكان الشراء عن طريق الانترنت، تذاكر أو حجز فنادق أو ما إلى ذلك ببطاقاتنا البنكية، أم أن الأمر فيه خطورة؟ هل بريدنا الإلكتروني؟ هل عدد من الهلات سنضعها أمام عبد الله العلي خبير الأمن المعلومات التكنولوجية إن شاء الله بعد الفاصل. انتظرونا. من جديد أهلا بكم، والحديث مع خبير أمن المعلومات التكنولوجية، الحديث عن أمن المعلومات التكنولوجية. حقيقة بعدما أعلنا هذا الأمر أتيت إلى هذا البرنامج محملا الكثير من الأسئلة لأطرحها على الضيف. كل واحد يعتقد بأن السؤال اللي عنده أنه هو السؤال الرئيسي. نحن هنا في البرنامج الزملاء فريق الإعداد جهزوا الأسئلة بحيث تكون شاملة ومتكاملة. طبعا يمكن ما ندخل في بعض التفاصيل الصغيرة في بعض الأجزاء، لكن حاولنا أن نقدم لكم الأسئلة أو نختار من أسئلتكم ونضع عليها الأسئلة التي نعتقد بأنها هي الأسئلة المستحقة. إذن باسمكم مشاهدينا نرحب بضيفنا عبد الله العلي. حياك الله أستاذ عبد الله. أبو يوسف، أمن المعلومات الشخصي والعام بحر كبير لا آخر له. خلنا نسأل من الآخر، هل يحق لنا أن نخاف يعني على أمن معلوماتنا الشخصية وعلى الإنترنت على الأونلاين؟ هل يحق لنا الخوف أم أن هذا أمر مبالغ به؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ودي أوضح يعني حجم استعمال ودخول الإنترنت في الوطن في الدول الخليج أو الوطن العربي في الميدل إيست عموما، بحيث نعرف حجم الكلام اللي راح نقوله بعدين أثر على هذه الشريحة الكبيرة من المستخدمين الآن. فمثلا نشوف أن في الكويت في سنة 2000 كان عدد مستخدمين الإنترنت 150,000. سنة 2000 كانوا 150,000 معك. نعم. في ديسمبر 2011 بلغ عدد مستخدمين الإنترنت في الكويت 1,100,000. فرق كبير جدا. منهم 880,000 بس من مستخدمين الفيسبوك. يعني الفيسبوك هو أول المواقع عندنا. أي الفيسبوك في الكويت. تويتر هي مو موجودة الإحصائية، بس أتوقع تويتر بعد يعني مو بعيد عن الفيسبوك. في السعودية مثلا سنة 2000 200,000 مستخدم الإنترنت. في ديسمبر 2011 11,400,000 مستخدم الإنترنت، منهم 4,500,000 بس بالفيسبوك. الإمارات مثلا 700,000 كانوا في سنة 2000، 3,500,000 في 2011، 2,700,000 بس بالفيسبوك. بس بالفيسبوك تقصد أنه ما يستخدمون أي موقع لا آخر؟ لا، يعني مشتركين بالفيسبوك. مشتركين إضافة إلى ما طبعا إلى كل خدمات الإنترنت. ففي هذه ال10 سنوات الدخول على الإنترنت صار يعني أضعاف مضاعفة بشكل كبير جدا. أغلب الناس ما عندها الأفق والوعي لما دخلت عليها التكنولوجيا فجأة، فكانت غير مستعدة لهذه التكنولوجيا.
فدخلت تستعملها على نيتها بدون استعداد كامل، بدون وجود وعي. الجهة الثانية اللي تورطت هي الحكومات. الحكومات أيضا غير مستعدة أنها تواجه يعني هذه الهجمة التكنولوجية الهائلة الغير منضبطة، عالم لا تقدر يعني ما تقدر تضبطه في الإنترنت. فهني هذول 77 مليون لما دخلوا هذا العالم المجهول يجب يكون عندهم وعي، وخاص على مستوى أمن المعلومات. أمن المعلومات يجب أن يكون عند كل فرد من هؤلاء 77 مليون. طبعا الميدل إيست، أنا ما قلت الميدل إيست 77 مليون مستخدم للإنترنت. 77 في 2011 كانوا 3 ملايين فقط في سنة 2000. رقم طبعا مهول. طبعا رقم كبير، أكثر من 100% أو يعني زيادة. 18 مليون بس بالفيسبوك. هؤلاء يجب أن يكون عندهم وعي في وإدراك لأهمية معلوماتهم وأهمية بياناتهم الشخصية اللي قاعدة تعبر في عالم الإنترنت، لأنها يعني هناك 3 فئات تراقب هذه المعلومات وتقتنصها لكي تستفيد منها قدر المستطاع. الفئة الأولى هم الهاكرز، لأن موضوعنا أمن المعلومات راح نحدد الفئات اللي ممكن تضرك. الهاكرز والمخربين والمتطفلين، هؤلاء يسعون إلى الحصول على أي معلومة منك عشان يقومون بتزييفها، يقومون بابتزازك، يقومون ب استغلالها ممكن انتحال تجاريا، شخصيتك، استعمال هويتك. في شغلات كثيرة يعني تستغل. الفئة الثانية هم فئات الشركات، شركات الإنترنت، شركات الاتصالات، شركات مواقع البيع والشراء مثل أمازون وإي باي ومواقع كثيرة. هذه الشركات تحلل سلوكك، تعرف بياناتك، تريد أن تجمع لك المعلومات. بعدين كل شركة من هذه الشركات لها أسلوبها في الاستغلال هذه المعلومات. مثل شركات الأمازون والبيع والشراء تستغلها في توجيه الدعاية لك. تشتري مثلا، تشوفك دائما تدور كتب في موضوع معين على الانترنت مثلا، صحيح، تأتيك دعايات الكتب، دعايات الكتب تجيك على الايميل، تجي لك فجأة لأن تزرع شيء بجهازك اسمه كوكيز، تراكين كوكيز، يسوي لك تراك او مثلا متابعة، تتبع لك في شنو الشغلات اللي انت انترست انك او مهتم انك فيها، فهي تتبعك. اذا هذا الثاني، اولا الهاكرز وبعدين الشركات، الثالث الشركات والمؤسسات كل واحدة حسب يعني. الثالثة وهي اخطر جزء هي الحكومات. الحكومات لما دخلت على الخط دخلت بنية سيئة في الغالب يعني، فأخذت تجمع المعلومات، مصدر كبير جدا لجمع المعلومات وتحليل سلوك المجتمعات ومعرفة اهتماماتهم ومعرفة طريقة تفكيرهم ومعرفة كل شيء يفعلونه على الانترنت. وهذه الحكومات وجدت الانترنت كنز من المعلومات تستفيد منه، ووجدت دعم كبير من الشركات الأجنبية ومن الشركات الأمريكية خاصة في مساعدتهم في وضع بيئة للمراقبة وبيئة لمتابعة الأشخاص وأرشفتهم. إذا هناك تعاون بين الحكومات العربية، خلينا نتكلم تحديدا، مع الشركات العالمية المختصة بالإنترنت وما الإنترنت، أصلا في دراسة لجمع المعلومات. جمع المعلومات. أصلا في دراسة تقول أن من أكبر أسباب تطور تكنولوجيا المراقبة عند الشركات الأمريكية هي الدول العربية، لأنها كانت تطلب مواصفات خاصة في المراقبة، لأنها تواجه مشاكل ما كانت تواجهها الدول الأوروبية والدول الغربية الأمريكية. فهذه الدول لما تواجه مشاكل تبي حلول لها، فتدفع أموال طائلة على أساس تنتج الشركات الأمريكية، شركات بلو كوت، يوتي ماكو، سوفوس، شركات يعني هذه شنو شركات؟ بعض الشركات إسرائيلية وهني تشتغل بالكويت. فتروح تصنع أجهزة خاصة للدول العربية. الشركات الإسرائيلية تدخل في الكويت، خلينا نحط تحت خطين ونوقف عندها. وين، في أي مجال؟ في مجال السكيورتي والحماية. تعطينا اسم كذا شركة أو شركة مثلا تشيك بوينت. شو اسمها؟ تشيك بوينت أشهر شركة وأفضل شركة تصنع فاير وولز وتصنع أنظمة حماية وتستعمل في البنوك، تستعمل في أكبر بنك في الكويت. وعلى اطلاع يعني الدولة تعرف أن هذه الشركة إسرائيلية، الشركة مملوكة لإسرائيلي، كان مقرها إسرائيل، التراخيص أمريكية، لكن الشركة مقرها إسرائيل، لها مقر طبعا في أمريكا، شركة كبيرة لها برانشز وايد في العالم، لكن الشركة مقرها الرئيسي في إسرائيل. وهذه شركة خطر، هي ممكن تزرع باك دور، هي ممكن تتحكم في البيانات يوم من الأيام. راح نتطرق نتكلم عن الحكومة الإلكترونية، شنو الأسباب اللي ممكن تشيل الدولة في لحظة واحدة. جميل. ايضا ما دام احنا نتكلم قبل ما نطلع موضوع اسرائيل ويعني تغلغلها من هذا الباب، دار جدل سابقا حول برنامج اسمه اي سي كيو، على انه يتبع شركه اسرائيليه، هل هذا الكلام صحيح؟ وان الشركه الاسرائيليه هذه باستطاعتها او جمعت معلومات كافيه عن مستخدمي هذا البرنامج، صحيح؟ انا ما قرأت عنه صراحه، ما اعرف يعني تاريخ الاي سي كيو هذا.
جميل. تفضل إذا تبي تكمل أستاذ. فهذه الشركات طورت من منتجاتها بسبب المواصفات الخاصة تطلبها بعض الدول العربية، ثم قامت تتاجر بهذه المنتجات الجديدة على دول أخرى، وقامت يعني تبيعها وصارت لها تجارة، وبعدين تطور الوضع. فهذه دراسة صراحة خطيرة، يعني احنا سبب في تطوير أنظمة المراقبة. الدول العربية هي السبب في تطوير أنظمة المراقبة. أحد الأسباب الكبيرة، يعني يمكن مو سبب رئيسي بس أحد الأسباب الكبيرة. جميل. زين، السؤال مرة أخرى، هل يحق لنا الخوف على أمن معلوماتنا؟ طبعا يحق لنا الخوف بشكل كبير من جميع يعني يحقق الخوف من الشركات، يحقق الخوف من المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية. طيب، شنو يعرفون عني أبو يوسف إذا أنا مجرد أني بطلت الكمبيوتر أول ما شغلته؟ شنو يعرفون عني شركة الاتصالات أو شركة الإنترنت أو الموقع نفسه؟ شو اللي يعرفون عني في البداية أول ما أفتح، قبل لا أدش أي موقع؟ أول ما أدش كل موقع يعطيك خدمة، وكل سيرفس في الإنترنت وكل شركة تعطيك خدمة عندها شيء اسمه تيرم اوف يوز واكسبتبل يوز بوليسي، سياسة الاستخدام وسياسة الخصوصية. هذه لازم الواحد يقراها عشان يستعمل كل برنامج، لأنها فيها تفاصيل كل شركة شلون تستعمل منتجاتها أو تستعمل برنامجها إذا أنت نزلته عندك في جهازك. فتعرف سلوك هذه الشركة في التعامل مع خصوصيتك، سلوك هذه الشركة في جمع معلوماتك، سلوك هذه الشركة في التعامل معك في حالة المخالفة. هل هذه الشركة متعاونة مع القوى الأمنية؟ هل هي تخضع لقانون دولة أمريكا مثلا أو السويد أو الاتحاد الأوروبي؟ هل هي راح تتجاهل طلبات الحكومات المحلية ولازم يعني أمر من النيابة العامة في نفس الدولة؟ إذا تبي نقرأ مثلا عندي أنا هذه بس الجزئيات هذه في الشركات الغربية. في الشركات الغربية. ماذا عن الشركات العربية أو الشركات المحلية تحديدا؟ هل عندنا نفس الأمر؟ المشكلة في الشركات العربية أغلب الشركات 90% منهم حتى في مواقعهم، يعني شركات مزود الخدمة للإنترنت، هذا يعرف عنك يعني 90% من حياتك ممكن يعرف عنك مزود الخدمة الإنترنت. أيضا شركة الاتصالات. شنو مثل شنو أهم الأشياء اللي يعرف عني شركة الاتصالات أو اللي تعرف عني شركة مثلا شركة الاتصالات، أول ما تشبك جهازك في عندك السم كارد، السم كارد فيه يحتوي على المعلومات، شيء اسمه IMSI وشيء اسمه IMEI، موبايل اكويبمنت سبسكرايبر نمبر، وواحد على الديفايس ايدنتيفاير. راح تشبك على البرج راح تعرف موقعك. اي اتصال تقوم فيه راح يسجل، يعني يسجل ان قام فلان بالاتصال على فلان بالرقم الفلاني من المكان الفلاني الى الرقم الفلاني في المكان الفلاني، استمرت مده حتى لو ما كان التلفون الثاني ما يتبع نفس الشركه يعرفون وين مكان التلفون الثاني ولا لا؟ لازم اعتقد لازم تعاون، بس يعرفون تعاون بين الشركات. تحديد الموقع لازم تعاون، بس ان المكالمه ممكن ممكن يعرفون الرقم يعني، ونوع المكالمه والمكالمه نفسها مدتها، وايضا عندهم القابليه التقنيه ان تسجل المكالمه بالكامل تسجل صوتيا. في دولة من الدول المجاورة تسجل جميع المكالمات وتعرضها حتى على النيابة في سيديات وتجيبها حق التحقيق توجه فيها المتهمين. جميع المكالمات؟ نعم جميع المكالمات. شو يلحق على الشعب كله؟ مو الهاجس الأمني اللي في الحكومات يخليهم يسجلون كل شيء، ما عندهم مشكلة. NSA وكالة الأمن القومي الأمريكي شلون يشيلونها؟ يعني شنو الأقراص الصلبة اللي تشيل كل هالمكالمات هذه؟ في شيء اسمه ناس ستورج وفي اسمه ساوند ستورج، يخزن المعلومات بشكل كبير. يعني امس اعلن يعني فورمر سابق مسؤول التحليل السابق في وكاله الامن القومي ان احنا سجلنا بعد 11 سبتمبر الى 2011 2 تريليون مكالمه داخل امريكا بس، و20 تريليون مكالمه وايميل تم تخزينها بعدين يتم تحليلها خلال 10 سنوات من 2001 الى 2011. نعم بعد هجمات طبعا هذه مجموعه مسلطه يعني الاضواء على مجموعه معينه، يمكن الشرق الاوسطيين اللي تعتقد بانهم ارهابيين او المسلمين اللي ترى بانهم ارهابيين يمكن، بس ما تقدر تسجل يمكن. لا في امريكا على الكل، على الجميع يتم التسجيل، بس وكاله الامن القومي فقط تسجل كل شيء. ومن اللي يحللها؟ من وين هالقدره اللي يحللون هالمكالمات؟ او اذا احتاجوا فلان قالوا نبي نطلع فلان ونحلل المكالمات. المكالمات هذه او الرسائل ما تحلل يعني شخصيا، كلها تدخل في اجهزه تسوي انالايز، تسوي فويس ريكوجنيشن، تحلل الصوت، تحلل الكلمات، تعرف الكلمه نفسها. جميل. طيب انت تكلمت قبل قليل عن الخصوصيه، ان اذا دخلت موقع تلقى مكتوب عن الخصوصيه ولازم تقرا. جوجل اعلنت قبل فتره بان يعني تغير سياستها في الخصوصيه. هل محرك يعني جوجل العظيم يتجسس علينا؟ جوجل او يمكن يستخدم للتجسس علينا؟
جوجل أعلن تغيير كبير في خصوصيته، في الخصوصية. كان عنده أكثر من 20 خدمة، لكل خدمة خصوصية خاصة. قام بدمج الخدمات كلها مع بعض واتخذ معها خصوصية واحدة. والخصوصية سياسة الخصوصية عنده معلونة، عنده موجودة عنده على موقعه في أكثر من 20 لغة. أنا راح أقرأ لك بعضها. هذه اول شيء ليش يعني دمجهم؟ عشان توفير المال؟ لا، لأنه شراها، مثلا هو شرى اليوتيوب بعدين قدم خدمة ثانية، فصار يعني جمعها في سياسة واحدة. ويعني على كلامهم انه احنا راح نحسن مستوى الخدمه، وراح يكون عندك يعني تدش الخدمه من مكان واحد، ما يحتاج تسوي لك كذا حساب، باسورد واحده، ففيها تسهيل. هم دائما يعطونك هذه الطريقه في تجميل الموضوع ولكن بين السطور وبين يعني هذه السياسات الخصوصيه صارت ديزايند ان ما حد يقراها من طولها ومن اسلوبها العلمي اللي البسيط ما راح يفهمه. طبعا طويله جدا وخط صغير دائما. طبعا. إيه. انا وجدت مثلا المعلومات التي نحصل عليها من استخدامك خدماتنا، خدمات جوجل. يجوز لنا، هذه حتى ماخذينها منا عشان لا احد يقول لا يجوز. يجوز لنا جمع معلومات حول الخدمات التي تستخدمها وكيفية استخدامك لها، مثل أوقات زيارتك موقع الويب الذي يستخدم خدماتنا الإعلانية، أو أوقات مشاهدتك وتفاعلك مع الإعلانات والمحتوى الخاص بنا، وتتضمن ما يلي. يجوز لنا جمع معلومات محددة وتخزينها في سجلاتنا وخوادمنا تلقائيا، ويتضمن ذلك ما يلي: 1. تفاصيل كيفية استخدامك لخدماتنا، ومنها طلبات البحث الصور، طلبات بحث الكيوردز، الكلمات اللي يحتفظون بها الموقع. هاي تلقائي بدون يعني معلومات السجل الهاتفي، رقم تليفونك مثل رقم الهاتف ورقم الطرف المتصل وأرقام إعادة التوجيه ووقت المكالمة وتاريخها ومدة المكالمة ومعلومات توجيهات الرسائل القصيرة SMS وأنواع المكالمات. هذا جوجل، يعني هو في أمريكا، مو عندنا شركة اتصالات. عنوان البروتوكول الإنترنت، الIP أدرس. معلومات حول أحداث الجهاز مثل الأعطال التي تصيب الجهاز ونشاط النظام وإعدادات الأجهزة ونوع المتصفح ولغته وتاريخ طلبه ووقته وعنوان الURL الرابط اللي أنت دخلت عليه. ملفات تعريفية للارتباط، يعني تكون بشكل كل هذا تحت يعني يجوز لجوجل بمجرد التصرف بها. مثلا عند استخدام خدمة جوجل مع تمكين اكتشاف الموقع، يجوز لنا جمع ومعالجة معلومات عن موقعك الفعلي مثل إشارات الGPS، يعني يشغلون الGPS يعرفون موقعك الفعلي تحديدا أنت في أي مكان في العالم، التي يتم إرسالها بواسطة جهاز الجوال. كما يجوز لنا استخدام تقنيات عدة لتحديد موقعك مثل البيانات المستشعر في جهازك، والذي قد يحتوي مثلا على معلومات حول نقاط دخول شبكات الوايرلس الواي فاي القريبة منك والأبراج الخلوية القريبة منك. هذه كلها هذه جوجل، يعني اللي هي ليست جهة استخباراتية ولا جهة. هذه يمكن نقول على الأقل نقول بيوسف هذه يعني جهة في أمريكا، ما هي يم الناس اللي في الكويت هي هذه. خلينا نتكلم على داخل الكويت، مع أن هذه بروحها يعني خطرة، لكن خلينا نتكلم على داخل الكويت. يعني لو مثلا أنا شوف خطر داخل الكويت. نعم تفضل. نقدم المعلومات الشخصية، معلوماتك أنت، للشركات التابعة لنا وغيرها من المؤسسات والأشخاص الموثوق بهم ليعالجوها لحسابنا. لأسباب قانونية سيتم مشاركة معلوماتك الشخصية مع الشركات والمؤسسات والأفراد خارج جوجل، منهم جهات أمنية أكيد. جوجل تعرف عنك أكثر ما تعرف عنك CIA. إن كنا نعتقد بحسن نية أنه من الضروري الدخول إلى المعلومات واستخدامها والاحتفاظ بها ونشرها لأي أسباب، التزام بأي قانون ساري أو لائحة. يعني هذه جوجل الحين يعني هي خذت الإذن منك كمستخدم بأنها ممكن تعرض معلوماتك على جهات أخرى من خارج جوجل، هي تراها وتعتقد بأنها موثوق بها. موثوق بها أو أنه هناك حسن نية أن أنت. أي واضح حسن النية، واضح جدا. طيب مثلا خلينا نكمل حسن النية أبو يوسف، ندخل في إطار الكويت، نتكلم عن الخصوصية والشركات وشنو اللي باستطاعتها تعرف. الآن مدام الشركات لديها كل هذه الإمكانات لمعرفة تفاصيل موقعي والمكالمة اللي قلتها قبل شوي مع من ومدة المكالمة والمواقع اللي دشيتها هذه أمنيا فيها خطورة طبعا. ماذا عن شركات الاتصالات الغير الكويتية؟ أنا أسألك يعني طبعا من الناحية الاستهلاكية للمواطن استفاد أنه نزلت الأسعار الشركات. أنا أتكلم الآن من الناحية الأمنية كأمن معلومات. هل يجب أن تفرض الدول قرارا بأنه لا يجوز تملك أي شركة اتصالات إلا من مواطن هذه الدولة؟ هل تؤيد هذا الأمر إذا كان الأمر بهذه الصورة؟ يعني هذا أعتقد أمر تنظيمي، يعني المفروض أن أكيد في قانون يلزم هذه الشركات
تتبع سياسه معينه اللي هي تتبعها الدوله. المشكله مثلا دوله الكويت ما فيها سياسه للخصوصيه. ما تدري انت شنو خصوصيتك، ما هي حدود شركات الاتصالات في مراقبتك. يعني مثلا في كل العالم في شيء اسمه الداتا ريتنشن بوليسي، جمع البيانات او مثلا تخزين او احتفاظ بالبيانات. نعم. كل شركه يعني الاتحاد الاوروبي عندنا الشركات يجب عليها او لا يجب عليها انها تخزن البيانات لمده مثلا 30 يوم، 60 يوم، سنه، 10 سنوات حسب قانون الدوله. في الكويت ما في مثلا. انا ما ادري شركه الاتصالات الحين اذا انا ارسلت رساله اس ام اس وهي تخزنها الاس ام اس، هل يتم تخزينها لمده 10 سنوات، 20 سنه؟ انا اليوم انسان بسيط، غدا يمكن اصير انسان مهم، ممكن تبتزني هذه الرساله ومدتها وعمرها 10 سنوات، صح ولا لا؟ صحيح. هل هذه الرساله، هل الحكومه تضع لنا بوليسي او سياسه ان الشركات حدها تحتفظ مثلا 60 يوم او 100 يوم؟ المحتوى الالكتروني اي موقع انا ازوره تعلم شركه اتصالات ان هذا الموقع انا هذا زرته ودخلته، وما هي المده التي استغرقتها في تصفح هذا الموقع، وكم مره فتحته في اليوم، وهل ارسلت رابطه لغيري بعد، والريفرنس حتى، يعني الريفرنس يعني انا من وين هالموقع؟ هل دخلت عن طريق جوجل؟ هل دخلت موقع مثلا سياسي وصلني الى مثلا وزاره معينه؟ هذا كله يعرفونه طبعا. هذا شيء بسيط جدا، بسيط جدا. حتى الايميل اللي ترسله، كل ايميل له هيدر وفي له كونتنت. الايميل مثلا راح يعرف عنوان الايميل، راح يعرف المكان اللي ارسلت منه. يعني الدولة إذا بتجسس سابقا كانت ترسل جواسيس يلبسون نظارات وعنده جريدة ومفتوحة منها ويطالع. الحين لا، خلاص يشتري شركة اتصالات أو يشتري طبعا شركة خدمات إنترنت. طبعا. يعني مثلا لو إيران، خلينا نتكلم هذه، لو إيران عن طريق أي طرف ثالث أرادت معلومات باستطاعتها أن تستخدم هذا الطرف الثالث في شراء شركة اتصالات. طبعا حتى لو جزء منه، حتى لو عندها موظف شخص واحد هو انفولفد او متورط في موضوع، ممكن. جوجل قبل سنتين اكتشفت ان في موظف قاعد يتابع محادثات المراهقين وبعدين يبتزهم خارج الشركه وهو موظف في جوجل. في شركه امريكيه كان لها منافسين في الساحه كثير، وكان عندها بيانات مهمه، بيبرز وكذا، ما تبي ان احد يطلع عليها وكميات كبيره، فاجرت شركه يوميا تلقي كتل الاوراق هذه وتعطيها الشركه الثانيه تدخلها في شريدرز اللي هي تقطع الاوراق، فرامات تفرم الورق بالكامل. عقب ما تم العقد واشتغلت هذه 6 شهور، جت شركه من الشركات المنافسه لهذه الشركه واشترت شركه الشريدر هذه، الشريدنج. صارت تقدر تطلع على كل المعلومات الحين. قبل لا تفرمها تطلع عليها، تسوي لها سكان، ما تدري قانونا حتى انت ما تقدر يعني تحاسبها قانونيا. يعني نحن نقف عرايا خلف زجاج، امورنا كلها واضحه امام شركات الاتصالات، امام شركات الانترنت، واضحين امامهم جدا. مهما فعلنا، مهما حطينا حمايه ما حمايه. لا انت مثل ما تقول عرايا خلف الزجاج، انت تقدر تخليهم ما يشوفون ولا شيء. اقدر الون الزجاج بالوان غامقه طبعا، وما يقدرون يشوفون اي شيء، والطرق سهله وبسيطه. شلون؟ عطنا بعناوين ابو يوسف. مثلا اكبر ورطه متورطه فيها. ركزوا على هذه الجزئيه بعد عندك، انا بس بوجه للناس، ركزوا على هذه الجزئيه لان الان واضح ان نحن كما قلت قبل قليل نقف عرايا امام زجاج كاشف يكشفون، يعني نحن نتدرب الزجاج لكن زجاج شفاف وكاشف. الان خبيرنا خبير امن المعلومات التكنولوجيه الاستاذ عبد الله العلي سيضع امامكم الحلول لتحموا انفسكم، على الاقل تلون الزجاج بالوان غامقه عشان على الاقل ما يطلعون على اسراركم. عطنا العناوين. مثلا منها هي تختلف، يعني في امن على مستوى الموبايل، في امن على مستوى اللابتوب، على الكمبيوتر الشخصي، على مستوى خلينا ناخذها على اللابتوب مثلا، لان يمكن اللابتوب مثلا اكبر ورطه متورطه فيها شركات الاتصالات والحكومات وحتى اجهزه التحقيق هو تشفير البيانات. التشفير هو عباره عن خوارزميات. شركات الاتصالات لها القدره على التقاط هذه المعلومات اثناء عبورها، لكن لن تفهمها، ما تعرف شنو الموجود، عباره عن خزعبلات وخرابيط طلاسم لا تفهم. في انا بامكاني في جهازي اني اعمل نعم. تشفير. شلون تشفير؟ ممكن يعني مثلا البيانات الشخصيه ممكن تشفرها ببرامج مفتوحه المصدر ومجانيه مثل تروكريبت، يشفر الجهاز بالكامل، حتى لو ان اي جهه مثلا استولت على جهازك او حتى سرق ما يقدر يطلع على المحتوى ابدا. مثلا واذا ارسلتها للطرف الاخر ابو يوسف المعلومات هذه هل يفهمها ولا ايضا تاتي مثل لا هذه راح تكون بس داخل الجهاز في حاله الاستيلاء على الجهاز او مثلا مصادرته. اما مثلا في حاله انا في الانترنت اقدر استعمل شبكات مشفره، مثلا عندنا شيء اسمه تور بروجكت، هذا
هذا يدخلك في مجموعة معقدة من الشبكات، وحتى يعني يشيل الرقابة والحجب، وتدخل في عالم الإنترنت بكل حرية. الشيء الثاني، يجب أن أي موقع ندشه ونستخدم خدماته يكون مشفر بتشفير اسمه HTTPS TLS. هذا الاتصال بينك وبين الموقع. هذا الآن أغلب المواقع، لأن البرايفسي أو الخصوصية في الإنترنت قامت يعني تنتهك بشكل كبير. أغلب المواقع الآن تدعم بشكل افتراضي هذا يعني في السابق كان جوجل، كانت شركة مثلا اتصالات، شركة مثلا الإنترنت بالكويت تعرف كل حرف أنت تكتبه في الإنترنت في جوجل، في محرك البحث جوجل، وكل رابط يطلع لك وكل رابط تضغط عليه. الآن قبل شهر حول جوجل خدماته إلى خدمة جوجل المشفرة HTTPS. جوجل هو الجهة الوحيدة. شلون نعرف أبو يوسف، شلون نعرف أن هذا الموقع HTTPS؟ راح يكون فوق على اليسار أي. علامة HTTPS أو علامة قفل أو علامة زرقاء مثلا أو خضراء على اليسار فوق. على اليسار فوق. أو أنت تدخل أي موقع، حط الموقع يدش عادي HTTP، أنت تحط اس بس راح يصير مشفر. اها، قبل الخطين المايلين هذه. ايوه بالضبط. أها. اذا دخلت الموقع المشفر راح يصير في هناك تنل او قناه او نفق بينك وبين الموقع. اي كلمه تبحث عنها جوجل الوحيد اللي يعرفها تمر عبر قناه مشفره. شركه الاتصالات، شركات الانترنت ما راح تعرف شنو هذه الكلمه انت قاعد تبحث عنها. أها. فهذه انت راح تحمي خصوصيتك. في مثلا اضافات ممكن تضيفها داخل مثلا متصفحات مثل فايرفوكس، مثل في منظمه خاصه في حمايه الخصوصيه اسمها AFF.org، عندها ادون او اضافه داخل متصفحات فايرفوكس وغيرها اسمها HTTP Everywhere. هذه حتى لو بالخطا انت ما دخلت HTTPS هي تدخلك باي فورس بالقوه على الموقع HTTPS. فالشركه ما راح تعرف الكلمات اللي انت قاعد تبحث عنها، مقاطع الفيديو، يوتيوب، حتى لو يوتيوب لازم تدش HTTPS. لما تكتب كومنت باليوتيوب ممكن الحكومات تعرف انت شنو كتبت، حتى لو حط لك 20 اسم وهمي. اي تعليق اكتب على اليوتيوب ممكن تعرفه طبعا. راح تعرف طبعا بالتعاون مع شركه الاتصالات. في حاله HTTPS ما راح تعرف الشركه هذا، ولا راح يعرف حتى يوزرك يمكن ما يعرفه. جميل. في احصائيه ابو يوسف، يمكن المعلومه هذه ايضا المشاهد مهمه، في احصائيه احدى مؤسسات الابحاث الدوليه نشرتها مجله BBC ماجازين، قالت بانه 70% من الكمبيوترات الشخصيه المخترقه لا يعلم اصحابها بانها مخترقه بالاصل. 70% من الكمبيوترات المخترقه اصحابها ما يعلمون، وبعضها لا يكتشف الاختراق الا بالصدفه. بعضها لا يكتشف الاختراق الا بالصدفه. شلون يعني اعرف ان جهازي مخترق وشلون اطيح على الاختراق اللي فيه؟ انا اقول اكثر من 50% بعد من الشركات الكبرى يمكن مخترقه وهم ما يدرون. الكبرى، شركات كبرى ووزارات دوله. تتكلم في الكويت؟ اتكلم عن عموما بالعموم يعني في تغيير طلع ان يعني ريتشارد كلارك عنده كتاب، هذا مسؤول امن المعلومات في البيت الابيض في عهد بيل كلينتون وبوش. قال ان الهكرز الصينيين قاموا باختراق اكثر من 90% من الشركات الكبرى الامريكيه، واستولوا على اسرار الصناعه الامريكيه وجلسوا فيها سنين ولم نعرف عنهم شيئا. قاموا يقلدون الصناعه الامريكيه. عندك فيروس، طبعا الحكومات تنتج فيروسات ايضا. الحكومات تنتج فيروسات لكي تستهدف النشطاء مطلوبين لمجرد معرفه مثلا جماعه او مجموعه معينه شنو نشاطها. اكبر فيروس انتشر اسمه CI-PAV، سوته الFBI، صارت فضيحه عليهم. اكتشفوا الناس ان هي اللي مسويتها. اكتشفوا ان الFBI، واعترفت بحكم محكمه، لان هناك عندهم قانون اسمه Freedom of Information Act. انت ممكن اي واحد يطلب اي معلومه من داخل اكبر جهاز امني في امريكا، حتى في الانترنت انت تقدر تعلم، تكتب لهم فورم: هل تم ذكر اسمي فلان الفلاني في اي وثيقه سريه او وثيقه اثناء اي تحقيق، ويعطون يدزون لك الملف بصدق. اي نعم، يدزون لك اياه بحكم القانون غصبا عنهم. هذا فريدم اوف انفورميشن اكت، لك الحق في الوصول الى اي ملف تحقيق او معلومات. اقول لك ان حتى الحكومات تصنع فيروسات. مثلا شنو الهدف من FBI لما صنعت الفيروس؟ تبي تراقب الناس. شوف، هذه وثيقه جهاز مباحث امن الدوله، وزاره الداخليه مصر. هذه وثيقه حق شركه. خلينا نرفعها ابو يوسف للمشاهد الكاميرا. هذا غلاف الكتاب، هذا شكله ملف اخضر مناقصه. هذا فوق مكتوب. هذه امن الدوله في مصر طبعا. امن الدوله في مصر في ايام حسن مبارك. اذا خذيته استاذ جميل. اوكي خذوه. هذا جهاز مباحث امن الدوله، وزاره الداخليه. مناقصه شهر 1 يناير 2011. يعني اعتقد ما قدروا الحين، راحت من الدوله، راح عليهم.
نعم العقد راح شركة جاما شركة ألمانية تقدم برنامج اسمه فنفشر. فنفشر برنامج تجسسي يستخدم ثغرات في الأجهزة غير المحصنة أو ثغرات لم تكتشف حتى من الشركات الأم وإزراعها في أجهزة المطلوبين. شوف شو يقول هذا الحين مذكرة. عرفت من اسماء المطلوبين سياسيين غالبيتهم ها؟ لا يبين اسماء المطلوبين وكذا. لا هني قدرات الجهاز هذه مناقصة. هذا الحين تقرير أمن الدولة المصري عن الجهاز ايش رايهم فيه يعني. كونه نظام اختراق أمني رفيع المستوى يحقق العديد من الإمكانيات الفنية في هذا المجال غير المتاحة في مثيلاتها، يعني استخدموا غيرها من أنظمة الاختراق، والتي يتمثل أبرزها فيه اختراق صناديق البريد الإلكتروني على شبكات هوت ميل ياهو جيميل، إمكانية تحديث ملفات التجسس على أجهزة العناصر المستهدفة واستخدام أجهزتهم والبصمات الإلكترونية الخاصة بهم في التواصل والتحكم الكامل في أجهزة العناصر، فضلا عن نجاحه في اختراق عناوين الحسابات الشخصية في شبكات سكايبي، والذي يعد نظام التواصل الإلكتروني الأكثر أمنا بالنسبة لعناصر النشاط الضار على شبكة الإنترنت لكونه مشفر. مثلا يتيح لنا التالي: 1. تسجيل المحادثات الصوتية والمرئية على شبكة الإنترنت، تسجيل محادثات وتحركات ومحيطة يعني بالغرفة، يعني يشغل المايك يسمعك وانت في أي مكان في الغرفة. وانت أي مكان في الغرفة. في حال احتواء الجهاز على كاميرا وميكروفون ومعظم أجهزة اللابتوب. يعني إذا أجهزة متطورة الشركة الألمانية التحكم الكامل أجهزة من الدولة، وهذه أجهزة أنشط أجهزة من الدولة في الوطن العربي. طيب أنا كيف كمستخدم عادي يعني ما هي شركة شخص كيف أؤمن أو أضمن أن كمبيوتري محمي ولا يستطيعون اختراقه؟ الآن بعض الشركات 70% من الكمبيوترات الناس ما يدرون أنها مخترقة. أنا صح. شلون أدري أن جهازي مخترق وشلون أأمنه بطريقة أن ما حد يخترقه؟ المشكلة أن الاختراق سهل جدا. بإيجاز أبو يوسف عشان الناس يقدرون أوكي. الاختراق مشكلة سهل جدا، يعني سهل جدا أي واحد ممكن يعني يخترق أي جهاز، لكن أنت لازم تتأكد من عدة جهات. أول شيء لازم الجهاز الأوبريتنج سيستم النظام فيه أصلي، نظام أروح أولي وأحط لي بايرت كوبي نسخة مقرصنة، هذه ما في أحد قاعد يسوي شيء لله، لابد أنها تكون مزروعة في شيء. يعني السيديات من دينار ونص هذه لا هذه انساها، هذه أنا لا يمكن أستخدمها. لازم يكون السيستم اب تو ديت محدث بالكامل، لازم يكون في انتي فايروس ايضا اصلي. انت شاري انتي فايروس يحطونه مكرك، شنو الفائده اذا هو كسرت حمايته؟ تستخدم متصفح امن، تستخدم في برامج مثلا انتي مالوير، انتي يعني سباي وير، ما تضغط على اي رابط. يعني ممكن يكون جهازك محمي لكن شلون يتبعك الجهاز الامني؟ ممكن يدخلك على رابط بس بيعرف مكانك وما بيعرف عنك شيء، بعدين ما يعرف ما يعتبر اختراق هذا الجهاز بس بيعرف لا بس هو المشكله الحين انت قاعد تحمي جهازك من الاختراق. بياناتك لما تطلع مهما كانت حمايه جهازك ما لها علاقه، راح ترصد البيانات، ما لها علاقه بالجهاز. الجهاز محمي بالكامل، اللي هو الاي بي وموقعي، الاي بي والترافيك بالكامل، المواقع، نوع الخدمه، البروتوكول قاعد تستعمله، قاعد تستعمل بروتوكول صوتي، تصفح انترنت، جميل، هذا كله يطلع. الاجهزه ابو يوسف ايضا ما زلنا نتحدث عن امن الشخصي، الكمبيوتر الشخصي. البعض يقول او هناك كلام كثير بان اجهزه ابل اكثر امنا من اجهزه الاي بي ام والويندوز. هل هذه المعلومه صحيحه؟ هو ما احنا ما نقدر نقولها صحيحه باطلاقها. اجهزه ابل ما تعطيك الحريه المطلقه في استعمال الجهاز، هي تقيدك في استعمال الجهاز. هذا يخليها اكثر امنا من غيرها لانها هي تقيدك. لانها تقيدك في برامج معينه، برامج لازم يتم فحصها ويتم يكون ساين عن طريقهم بعدين تقدر تنزله. الخطوره الثانيه انه كثير من الناس يستعملون الجيل بريك او يكسر حمايته عشان ينزل برامج مجانيه. انا اعتقد اذا ما كان الشخص خبير في معرفته وهو ما سوى الجيل بريك بنفسه عشان ينزل برامج موثوق فيها، فان جهازه يخترق بشكل سهل جدا. توديه محل يسوي جيل بريك وينزل لك برامج، قد يخترق جهازك عن طريق البرامج. أنا صراحة حتى في تويتر تجيني رسائل بالعشرات من أناس المحلات قاعد تسرق صورهم، قاعد تدش معاهم في جروبات في البرامج، قاعد تبتزهم ابتزازات شكل يعني لا يصدق، كلها بسبة الجيل بريك، لأنه يقدر ينزل برنامج خاص فيه. الجيل بريك أصلا في برامج تباع على الإنترنت سعرها $60 إلى $199 يسمونها بيرنت كنترول، التحكم بالأطفال والعائلة، وهي ليجل تنباع في امريكا وفي غيرها، تقدر تشتريها انت عن طريق باي بال في الانترنت، رسميه يعني تباع رسميه، تاخذها انت تزرعها في جهاز ولدك، ابنك، شخص تبي تتابعه. اذا كان جهاز الجيل بريك تنزله في اقل من دقيقتين تتحكم بجهازه بالكامل ولا يترك اثرا واحدا انه قاعد ان احد يدري عنه شيء.
اجهزه الاندرويد كذلك، هذه اجهزه بس البلاك عشان بيري نفس تعرف الشيء. مكانه يعني واتصالاته واموره كلها. كل شيء كل شيء، اتصالاته، الرساله اللي يدزها توصل لك قبل لا توصل حق الشخص المطلوب. يعرف حتى مكالماتك ما يسجلها، لكن يعرف انك دقيت على منه والوقت كله. لذلك انا حتى قبل طلع اعطيت نصائح اللي يدش اي جهاز امني، خاصه مثلا سوريا ومصر سابقا، يتلف جهازه فورا او يعطيه راعي غنم في الصبي في البر يخليه يتبعونه، لانه لا يمكن الا ان يزرعون فيه شيء، ولو قاعد الجهاز عندهم دقيقتين لا تثق فيه ابدا. يعني اي واحد راح للتحقيق يتخلص من في الجهاز. امن الدوله في احدى الدول العربيه، في اي دوله عربيه، خلاص يجب ان يتخلص من. انا شخصيا اتخلص من جهازي ابدا، أنا الحمد لله ما رحت يعني، بس اتخلص منه. يعني هذه فكرتك لو كنت مكان انك تتخلص. طبعا اكيد. طيب ماذا عن الكاميرا الابتزاز اللي تحدثنا عنه قبل قليل؟ الناس كثر يعتقدون بان الكاميرا اذا دخلت بعض المواقع تلقطك الكاميرا تصورك على طول، لذلك يحطون ستيكر. هل هذا الكلام صحيح؟ انه والله ممكن يستخدمون الكاميرا ويشغلونها بدون ما اشغلها انا، ويلتقطون صورتي او صوره المستخدم، وبعدين ممكن يبتزونها وما الى ذلك. هل هذا صحيح ان الكاميرا تلقطك؟ هو المشكله ان في روابط مثلا فيها فيروس، والفيروس هذا غير مكتشف، يعني يصنعونه لا يكتشف لمده اسبوع، يسمونه FUD فولي انديتكتبل تروجن. ممكن اذا ضغطت على رابط معين انه يلتقط صورتك، ممكن يفتح الكاميرا، ممكن يدخل جهازك، لذلك الرابط ما تثق فيه لا تدخل ابدا. وفي مواقع كثيره تفحص اي رابط. يعني صحيح حقيقيا ما هي فوبيا حقيقيه، لا ممكن حقيقية. الكاميرا تلتقطك. هو كاحتمال ممكن، قد يكون نادر، لكنه ممكن تقنيا ممكن. والحل الوحيد ان نضع اللي هو الحل اليدوي، نحط لزاق عليه ممكن اذا انت تستعمل الكاميرا ممكن تلغي الدرايفر ما تشتغل خلاص، ممكن تسكرها، ممكن يعني اسكر البرنامج من الاساس او الغيها من الاساس، او ما تعطيها برميشن، او تستعمل برنامج يطلب الاذن على كل في برامج مثلا اي برنامج بيشتغل لازم يطلب اذنك، صدق انه مزعج لكنه يخليك تعرف كل شيء قاعد يصير. خليك في كل برنامج تروح. نعم صح. تستاذن وبعدين تروح وبعدين تستاذن يمكن. طيب دائما يقولون ان الايميل وسيله غير امنه ابو يوسف لنقل معلومات. الايميل احذر ولا ترسل معلوماتك لصديقك الا عن طريق الايميل. واول شيء ليش غير امن؟ وشنو هي الطريقه المثلى اذا بنقل معلومات لك انت صديقي في امريكا وبعطيك معلومات؟ شنو هي الطريقه المثلى؟ ليش مو امن؟ او شلون مو امن وشلون ننقل لك المعلومات؟ الايميل في السابق كان غير امن جدا، لانه اصلا كان غير مشفر. في السابق تتكلم عن كم سنه؟ يعني عن 5 سنوات تقريبا. أوف. بعدين تحولت الكثير من الايميلات الان الى ايميلات تستعمل بروتوكول HTTPS مشفر في ارسال البيانات. ممكن ايضا ان الشركات في بعض الاحوال يزرعون شيء اسمه شفت الشهاده انت HTTPS هذه عباره عن شهاده بينك وبين شركه الجيميل مثلا. عقد تقصد؟ لا شهاده رقميه فيها كود التشفير بينك وبين الشركه. ممكن في بعض الاجهزه المتقدمه انها تعترض هذه الشهاده. شركات الاتصالات تبني بنيه تحتيه تعترض هذه الشهاده وترسل لك شهاده مزيفه، تطلع لك شهاده مزيفه على جهازك. اغلب الناس يضغط يس. في حاله انك ضغطت يس ممكن للشركات ان تشوف الايميل وتزود الجهات الامنيه. افضل طريقه لاستعمال الايميل استعمال شيء اسمه BGP انكريبشن. هو صراحه انا اشوف انه معقد، يعني المستخدم العادي BGP بريتي جود برايفسي يستعمل مفتاح تشفير اسمه بابليك كي وبرايفت كي. البابليك كي وبرايفت كي هذه انت تشفر معلوماتك بمفتاح يعني انت عندك BGP انا عندي BGP، انت عندك مفتاح عام وخاص انا عندي مفتاح عام وخاص. لازم يكون في بيننا احنا الاثنين يعني مفتاحك العام منشور بالانترنت كل واحد يعرفه. انا برسل لك هذا الملف اشفر الملف بمفتاحك العام، ما تقدر انت ما حد يقدر في العالم يفتح هذا الملف الا بمفتاحك الخاص اللي هو ما حوزه الا انت. هذه طريقه لا يمكن كسرها ابدا مهما استعملت الدوله اي تقنيه، لكنها يعني في كثير من الناس ما يستعملها لانها معقده وكذا. في ايميلات مثلا تاخذ وقت طويل، يعني تقصد معقده يعني صعب الاستخدام. لا الكونسبت نفسه والفكره الناس ما تقبلها، يعني الناس الحين ما تبي ايميل ما تقدر تدز وايد منها، يعني ما تدز ايميل. فشلون تستعمل BGP؟ في ايميلات مثلا انا ما احب استعمل مثلا شركات امريكيه في اي خدمه من الخدمات. لو تستعمل شركات اوروبيه تحفظ خصوصيتك اكثر خاصه في دول مثل السويد نيذرلاند اللي هو هولندا وكذا. الدول هذه محميه. الاوروبيين اكثر يعني حرصا على الخصوصيه. حرصا على الخصوصيه وقانونهم محمي بشكل قوي وعندهم داتا بروتكشن لو. يعني ما يمكن لو يطلب اوكامبو رئيس المحكمه الجنائيه الدوليه معلوماتك ما يعطونها الا باذن النائب العام في الدوله نفسها. من اقواها هي السويد. انت شوف ويكيليكس وين ترى في السويد طبعا، وشوف شنو ونشر يعني مصائب
ومع هذا ما حد قدر الموقع الى الان ابدا ولا احد. سبحان الله، والدول هذه اللي تتكلم عنها هي دائما الأولى في العالم، يعني طبعاً. تلقاها هي يعني تتسيد القائمة الأولى، الثانية السويد، هولندا، صحيح. النرويج يمكن تلقاها أكيد طبعاً وياهم. أكيد. ها؟ نعم اكيد يعني. لانها محميه البيانات فيها، لذلك حتى مثلا ايميل مثل هاش ميل نفس خدمه نفس جيميل يعني او الهوت ميل اسمه هاش ميل. هذا الايميل محمي بالقانون السويدي. جميل. مؤخرا انتقل للكندي، بس يعني هو محمي وما يسلم معلوماتك ابدا الا باذن الله. إذا تستخدم أنت تفضل وتحبذ الشركات هذه حق الأوروبية أكثر من هذه حق الاكسترا سكيورتي، يعني الواحد عنده شيء خاص جدا. لكن بشكل طبيعي ايضا جوجل والهوت ميل يعني جيدين. أنت من نوع ترى في نفسك بأن أنت إنسان حريص؟ انا انسان حريص صراحه. في ناس تعتقد أكثر من اللازم ولا حريص يعني؟ لا انا شفت ناس معقدين. انا يعني اخذت دوره قبل فتره، المدرب كان انسان معقد، كنت اعتبره معقد وانا الناس تعتبرني معقد. مع هذا انا اشوف انه يعني هذا حقك، كنت قاعد تاخذ حقك. لو يدرون الناس بس شلون تواصلنا انا وياك، شلون استطعنا نوصل، يمكن ما لي حق ان اقولها يعني. موجود في الكويت ولفينا لفه طويله على ما وصلنا لاستاذنا عبد الله علي. خليني بقول لكم معلومه مثيره يمكن يريح فيها شوي ابو يوسف اذا بيرتب عنده معلومات بيقولها بعد شوي. يقول لك المعلومه هذه في مجله علميه ذكرت ان بحثا اجرته شركه ابحاث. الشركه هذه مقرها في دبي. شركه ابحاث في دبي شو تقول؟ اجرت بحثا على 4000 شخص، 2000 ذكر و2000 أنثى، 4000 شخص. نتائج الدراسة ايش تقول؟ يعني الربع صراحة مش نقول عنهم الشباب. نتائج الدراسة ايش تقول؟ تقول ان 73% من الذكور في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر والفيسبوك والشاتنج بشكل عام يقدمون معلوماتهم الشخصية للمرأة بعد أقل من نصف ساعة من الحديث معها. بعد أقل من نصف ساعة من حديث الرجل مع المرأة يقدم معلوماته 73% من هؤلاء 2000 ذكر. أما بعد ساعتين إذا استمر الحديث بين هذا الرجل والبنت أو المرأة أكثر من ساعتين أو ساعتين وأكثر، مستعد الرجل كما تقول الدراسة لأن يعطيها معلومات مهنية تتعلق بأعماله. يعني علوم الشركة اللي يداوم فيها أو الوزارة اللي يداوم فيها يبثها كلها خلال تقريبا ساعتين. يعتبر استدراج. لذلك النظام القديم غالبية شركات أو غالبية أجهزة الاستخبارات دائما تستخدم المرأة. لذلك نقول لبني جنسنا احذروا 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 من الفيروسات ومن النساء. أعود لصديقنا وضيفنا أستاذ عبد الله العلي للحديث عن أمن معلوماتنا. ما زلنا في المعلومات الأمن الشخصي أبو يوسف، لم نصل إلى الآن إلى الشركات وإلى المؤسسات الحكومية. الهواتف النقالة الآن رفعت التلفون ودقيت على عبد الله العلي. شركة الاتصال تعرف، شركة شنو الأجهزة اللي غيرها، أي مؤسسة غيرها تعرف أني أنا أجريت هذا الاتصال معك؟ شركة الاتصالات. إذا كان نظامك مثلا أندرويد جوجل يمكن تعرفك قبل شركة الاتصالات. إذا كان أي برنامج له صلاحيات إنه يأكسس هذه المعلومات راح يعرفها. في برامج كثيرة الحين في الأندرويد وفي الآيفون تستعمل صلاحيات لا يحق لها أن تستعملها وتنتهك فيها شغلات كثيرة. هذه تعرف عنك معلومات أكثر من شركة الاتصالات، وتجمع عنك معلومات أيضا أكثر من شركة الاتصالات. زين ماذا عن البرامج اللي انتشرت أخيرا وخصوصا البرنامج اللي خذ سمعة كبيرة هوز كولينج؟ هذا انتشر. البرنامج هذا طبعا إنتاج شركة لبنانية، والشركة مملوكة يمكن نصها لشركة سعودية أيضا، فالمعلومات كلها ما بين السعودية واللبنان. شركة حديثة، دومينها يمكن يخلص بعد شهرين، بعدين يمكن تختفي يمكن تجدد خدمتها يعني. الشركة تقوم بالاتصال بالإنترنت. طبعا أول ما ينزل البرنامج في جهازك يقوم بسحب كافة جهات الاتصال عندك ويرفعها مع أكثر من 600 مليون جهة اتصال في سيرفراتهم كلها تخزن. لما أنا أتصل عليك تصير في 2 كولز، يعني الكول الأولى تصير على شركة الاتصالات، الكول الثاني عن طريق الإنترنت إلى سيرفرات شركة الهوز كولينج. تدور في شركة راح تدور، هذا في المتصل راح تدور لما أنا أستقبل مكالمة راح تدور تعرف اسم الشخص اللي أنت اتصلت عليه أو اللي اتصل عليك عفوا، تستقبل مكالمة وتظهر اسمه حتى لو اسمك مو مخزن فيه. بعد فترة مثلا بعد شهرين ثلاثة راح تعرف هذه الشركة إن عبد الله اتصل على محمد خلال شهر فبراير 20 مرة، مدة من المكان الفلاني من الآي بي الفلاني في الوقت الفلاني،
واستمرت المكالمة 20 دقيقة، وكان محمد في المكان الفلاني في الوقت الفلاني في الاستراحة الفلانية في الساعة الفلانية. يعني ما له داعي يطلبونها من شركات الاتصالات، عندهم هم. هذا طريقة أخرى في جمع المعلومات. ممكن تحط لك، ممكن الحكومة تنتج برنامج عن طريق تجمع، ممكن تسوي لك لعبة وتجمع منها المعلومات. أنا شخصيا أي برنامج لجهة حكومية ما يمكن أنزله، لأنه يمكن يأكسس شغلات، يمكن ياخذ مثلا يطلب أكسس على حسابي في تويتر، لأن الحين تويتر خاصة الاي او اس 5 اللي هو اوبريتنج سيستم الجديد صاير انتجريتد مع السيستم، يعني داش فيه، فممكن يشبك على خدمات كثيرة. فممكن عن طريقه يعرف اسمي الوهمي، انا عندي اسم وهمي لي حق اني استخدمه، ما في احد يعرفه. انا حتى برنامج التويتر ما دام تكلمت عن تويتر، حدثنا عن تويتر. تويتر شلونه؟ مكشوف، معرى، ام مغطى؟ تويتر يستعمل شيء اسمه كلاينتس بالاجهزه، برامج تتصل فيك بسيرفرات تويتر. شركه تويتر جعلت مستوى الامان والتشفير مسؤوليه البرنامج اللي انت قاعد تستعمله. اذا البرنامج ما كان يستعمل معيار تشفير HTTPS او TLS، شركه الاتصالات ممكن تعرف اسمك اذا كان وهمي او اذا كان حقيقي. طبعا اذا حقيقي راح تعرفه. اذا حسابك مقفول برايفت اكونت راح تعرف انت شلون قاعد تكتب وهو مقفول. في ناس تقفل حساباتها. البرايفت مسج الدي ام اللي بينك وبين الدايركت مسج كلها راح تكشف اذا كان احد الطرفين يستعمل غير مشفر. يعني حتى الثاني اذا انت مشفر والثاني غير مشفر راح يورطك معاه. كان في برامج غير مشفره، انا سويت لسته في البرامج المشفره والغير مشفره. البرامج الغير مشفره الان اغلبها قاعد يتحول الى مشفر، يمكن في بس واحد في داخل الايفون انه غير مشفر، ايضا حتى في الاندرويد ايوه عشان الناس على الاقل يعرفونه اذا ما في اشكاليه. اعتقد برامج اسمه عصفوره هو اللي كان غير مشفر. ما ادري اذا شفر اخيرا او لا. والباقي كلهم تشفروا. الباقي اما تشفر او جعل التشفير كخيار، لان التشفير شوي قد يبطئ الاتصال لكن يحافظ على امنك. بس يعطيني الخيار زي شلون نعرف؟ يعني ندش على الاعدادات السيتنج تلقى يوز SSL، حط عليها صح راح يستعمل غير مشفر. هني الشركه راح تعرف شيء واحد بس. الشركه اي شركه انترنت ان عبد الله العلي، حتى مو عبد الله ما راح يعرفون حتى منه، اتصل بموقع تويتر، شنو سوى داخل الموقع، اي بروفايل دش، شنو سوى، ما راح يعرفون. راح يعرفون بس الصوره اللي انا شفتها، لان الصوره تنتقل غير مشفره. تويت بك اي صوره انت تشاهدها وتكبرها راح تعرف شركه اتصال. خلينا ايضا قبل لا نطلع فاصل ابو يوسف نريح شوي، نبي الواتساب ايضا. هل نفس الموضوع، نفس موضوع دايركت مسج ونفس موضوع المحادثات في تويتر؟ الواتساب هو أسوأ برنامج من الناحيه الامنيه يستعملونه الناس. الواتساب البرنامج ينشر جميع معلوماتك بلين تكست غير مشفره لاي احد ممكن يطلع عليها. اي احد، يعني اذا شركه اتصالات تطلع على كل شيء، كل صوره، كل فيديو، كل جروب انت داش فيه، منو موجود بالجروب، ارقام تليفوناتهم، ساعه الدخول، ساعه الخروج، الروابط التي وضعت ومنو ضغط عليها، ومنو دخل عن طريقها، الانفايت، الصور، كل الاشياء. يعني اذا طلع لشخص ما، مثلا شخص اسمه ناصر، طلعت معلومات عن الواتساب او البرودكاست اللي دازها، فمعناته الشركه اللي هي اللي مطلع عن هذا الامر. طبعا وهي قاعد تخزن، ترى شركات اتصالات بالكويت تخزن الواتساب وتقدمها للنيابه. طبعا والمسجات نفس الاس ام اس، يعني الاس ام اس هذه صار لها 10 سنين تخزن، والام ام اس بعد مصوره تخزن نفس الشيء. اذا دايركت مسج في تويتر يسهل ما لم يتم استخدام برامج مشفره، التويترات المشفره. اي مثل تويت بوت، برنامج تويتر الرسمي، ايكوفون، هاي برامج مشفره اذا استعملتها ما راح تعرف الشركه. بس في النقطه حق اذا حق الواتساب، احنا راسلنا الشركه اكثر من 1500 ايميل ارسلنا للشركه انها تدعم، ان نبيها تدعم التشفير، لان في شركات راسلناها وغيرت من سياستها ودعم التشفير. انا معي مجموعه من الشباب نسوي بحث ودراسات على كل برنامج ونختبره ونراسل الشركه. الشركات، وحتى وجدنا مثلا برنامج اسمه تانجو حق التحدث الصوتي، سوينا وراسلناهم بوجود ثغرات في البرنامج. تويتر الوحيد، قصدي الواتساب الوحيد اللي كان يرفض يستعمل التشفير، وكان يقول لنا في الايميلات، وانا حطيت الايميلات صورتها في تويتر، ان جميع الكلام وجميع الرسائل والروابط والصور بمقدور شركات الاتصالات وشركات الانترنت معرفتها. مشكلتنا هنا ان شركات الاتصالات تستعمل اشتراكات شركات الانترنت. يعني انت الحين قاعد تمر على رقابه مجموعتين من المراقبه، مرحلتين من المراقبه. نعم. زائد وزاره المواصلات، زائد في خيار اخر ابو يوسف للناس يستخدمونه بدل واتساب. اي طبعا برنامج اخر، في برنامج مشابه له بالضبط اسمه برنامج لاين. LINE
من شركة اسمها نافر، شركة يابانية سيرفراتها في اليابان. أنا قرأت خصوصيتها بالكامل، ما يمكن أن تكشف عن معلوماتك إلا بإذن لاين LINE. جميل. إذا أستاذ عبد الله العلي ينصح بعدم استخدام الواتساب لأنها يعني ليس فيها أي خصوصية، لا تحتفظ بأي خصوصية، وينصح باستبدالها بموقع أو ببرنامج آخر اسمه لاين. بعد قليل إن شاء الله سنستريح قليلا وسنستكمل حوارنا. الأسئلة كثيرة جدا، عسى أن نأخذ منها أكثر عدد ممكن بعد الفاصل إن شاء الله. سنكمل حوارنا مع خبير أمن المعلومات التكنولوجية الأستاذ عبد الله العلي. ابقوا معنا. من جديد اهلا بكم، ويعني اتمنى منكم المعذره ان ما نقدر ناخذ اتصالات كثيره جدا. بنحاول مثل ما قلت لكم نطرح اكثر عدد من الاسئله، لان اذا اخذنا اتصالات راح يروح الوقت ويعني ننتقص من الاسئله. لكن انا بدي وياك ابو يوسف مره يعني ننتقل لمرحله ثانيه اللي هي مرحله الامن المعلوماتي للمؤسسات والبنوك. بس قبل أن ننتقل، يعني ماذا عن سرقة حسابات تويتر؟ آخرهم يمكن الشاعر فهد عافت، مشاهير عادة. الشاعر فهد عافت، والبرر اللي اخترق أو اللي سرق حسابه بأنه والله أحب الشاعر، يعني كما يقال من حب ما اخترق الآن. كيف حدثت هذه؟ عن طريق ثغرة في الهوت ميل. هل ما زال الأمر في نفس الخطورة ولا الهوت ميل عالجت هذا الأمر؟ هو حاليا تعالج الأمر. الهوت ميل يعني عدل في الموقع. هي انتشرت بشكل كبير قبل 7 أيام، لكنها كانت منتشرة أتوقع صار لها أكثر من شهرين، بس برايفت. يعني هو أي شيء يطلع يكون برايفت، ما حد يدري عنه. لما تباع الثغرة وتشترى يتم عاد نشرها وانتشارها، بعدين كل واحد يعطيها الثاني. انتشرت، اكتشفها أعتقد جزائري وأعطاها عند بعض السعوديين، وهني عاد بدأت. أنا يمكن أنا ثامن واحد حصلت عليها. وجربتها وصراحة كانت فاجعة. يعني منين يشترونها؟ منين يحصلونها؟ في مواقع تبيع كل شيء. موقع يبيع لك 20,000 جهاز مخترق تتحكم فيه. 20,000 20,000 10,000 1000. في مواقع مثلا من كثر ما يعني يخترق ويزهق يسوي تريد، يبيع. عندي 10,000 جهاز، مليت من معلوماتهم، ابي ابادلك ب 2000 ولا 10,000 جهاز ثاني. سوق كامل يباع ويشترى، وممكن موقع يعني في مواقع واحد يشتري ممكن يشتري فيها. لكن في ثغرات اسمها زيرو داي اتاكس. زيرو داي هذه ما تكون منتشره ولا احد يعرفها. تو مخترق هذا، توها مكتشفه. على مستوى الشركات تروح تعرضها وتبيعها. اما على مثلا اذا في ثغره مايكروسوفت وخطيره، انا اقول لهم عندي ثغره واعطيهم شيء اسمه بروف اوف كونسبت، وانها موجوده وطريقتها، بس ما اعلمهم اياها، واطلب منهم مثلا 20,000 دينار فيشترونها مني. في تقرير طلع قبل فتره ان الحكومات تشتري ثغرات. مثلا جبت هنا شركه اسمها فيوبن. الشركه هذه كانت عندها ثغرات على ايتونز، قعدت 3 سنوات كانت تبيع على الحكومات وتسوي فيه ابديت، الناس تطلع لها كابديت. اشتروا الحكومات العربيه؟ ما ادري، بس ان الحكومات تشتري هذه الثغرات من المؤسسات والشركات. هذه هي شغلتها اوفنسيف سيكوريتي، باسم القانون عندهم شيء اسمه لوفل انترسبشن، التجسس الشرعي. اللي هذول الشركات هم نفسهم اللي يعرضون، يحطون مسابقات وجوائز لمن يجد ثغره وما الكلام هذا. هي نفس الشركات. هذه الشركات تشارك عشان تحصل على الجوائز. مثلا جوجل حطت جائزه مسابقه لمن يفوز من يخترق كروم ويتجاوز. يمكن هو في 4 طبقات من الحمايه كروم، منها شيء اسمه ساند بوكس، منها شيء اسمه 4 مستويات من الحمايه. اخترقتها بالكامل ودشت الجهاز، حصل 60,000 دولار على اخترقه في اول 5 دقائق. جميل. خلينا نبي نعرف الان شركاتنا ومؤسساتنا في الكويت. ابو يوسف، انت يعني الاوراق عندك كثيره والجهاز الكمبيوتر بعد قليل ان شاء الله سنتحدث عن البرنامج او المؤتمر اللي طلبت منك تتحدث عنه. في تقرير مجله كمبيوتر وورلد ذكرت ان مسحا اجري على ما يقارب 600 شركه امريكيه، تبين ان 90% منهم قالوا ان كمبيوتراتنا اخترقت على الاقل مره واحده خلال 12 شهر، خلال سنه. 90% من هذه 600 شركة. شوف عاد في الكويت. وأكثر من النص، أكثر من 50% يقولون احنا غير واثقين ما راح نتعرض، احتمال نتعرض لاختراق. ماذا عن شركاتنا في الكويت؟ يعني إذا هذه شركات أمريكية، احنا الغلابة ايش وضعنا؟ المشكلة الشركات انها 1% من الشركات يعلن ان تم اختراقه، لأن في سمعة راح تدمر، ما يعلن عنه وقد ينكره.
انه ما تم اختراقه. في النهايه الشريحه اللي راح تعرف قليل الا اذا ما انتشر في وسائل الاعلام. لذلك كثير من الشركات ما تعلن في انه تم اختراقها. في وزارات بالكويت اخترقت من 2006 الى الان، يعني 2012 اخترق موقع حكومي. اتذكر ان سالفه معصوم مبارك، الدكتور معصوم مبارك، اخترقت وزاره التربيه، يوم كانت وزيره المواصلات، واخترقت اي وزاره اخرى، الدفاع والتربيه يمكن، فقالت نتحداهم وسنهاجمهم، راحوا اخترقوا وزاره المواصلات اللي هي وزيرتها. نعم صح. شركات الاتصالات ايضا عندنا قبل فتره اخترقت 3 منهم، يعني الخبر اعتقد ما انتشر الا اكثر شيء بتويتر وكذي. المشكله مو باختراق المواقع، اختراق الموقع الواحد في هاكر يسوي ديفيس يغير شكل الموقع، هذا بسيط ولا ضرره مو قوي. المشكله لما المواقع الحكوميه تقدم خدمات الكترونيه وتستعمل ويب ابلكيشن يتصل بقاعده بيانات الجهه الحكوميه، يستخرج منها المعلومات على اساس مثلا ابي ادفع مخالفه، احط رقم المدني يطلع اسمي والكفالات اللي عندي. هذا النظام اذا كان في الويب ابلكيشن عموما، اذا كان في ثغره مثلا منتشره جدا اسمها اسكيول انجكشن او اسكيول اي، يمكن للهاكر اذا وجد هذه الثغره ان يتصل مباشره بقواعد بيانات ضخمه لا يحلم بها حتى يمكن مدير المؤسسه، ويستولي عليها بكامل تفاصيلها. يعني ما تنصحنا نستخدم مثلا مواقع الالكترونيه اللي وزاره الداخليه او وزاره العدل مثلا؟ لا نحط الارقام المدنيه؟ لا بالعكس استخدمها. انا اقصد انه يجب، هو الحكومه الالكترونيه الناس لازم تتمشى معاها. احنا صار لنا سنين ندخل موقع احدى الوزارات بس نعرف مواقع الصلاه، لازم في خدمات الكترونيه، صح ولا لا؟ لازم تؤمن هذه الخدمات. المشكله ان مثلا اللي يصممون المواقع هذه او اغلبها شركات يعني ثيرد بارتي عن طريق مناقصات، لازم يكون عندهم عقليه امنيه في برمجه هذا الموقع انه يتفادى هذه. يعني في دراسه ان 65% من الشركات المخترقه اخترقت عن طريق ثغره اسكيول انجكشن، وهي سهله. يعني الديفلوبر اللي قاعد يصنع الموقع اذا كان عنده عقليه امنيه بس يحط شيء اسمه انبوت اوتبوت فاليديشن وممكن يتفاداها. 95% من القواعد البيانات التي تم نشرها حول العالم بسبب ثغره اسكيول انجكشن. اكثر من 74 مؤسسه قضائيه وقانونيه امريكيه نشرت بياناتها بالكامل اكثر من 6 جيجا على الانترنت بسبب ثغرات في الاسكيول انجكشن، قضايا وملفات وصور هويات القضاة ومعلوماتهم الشخصيه وبيوتهم وسكنهم وارقام الهاتفيه كلها تنتشر والان موجوده. يحطونهم في سيرفرات بالسويد وفي نيذرلاند ولا في روسيا، وتبقى 2 3 سنوات. طيب خلينا الان ندخل في ما يلامس المواطن مع المؤسسات. مثلا كبنوكنا مؤمنه ابو يوسف؟ تعتقد بان يعني المواقع الالكترونيه مؤمنه؟ احنا ما نقدر مثلا نقول مؤمنه ولا حتى نفحصها، لكن ممكن ما حاولت تفحصها؟ ممكن ما تقدر تفحص انت بدون اذن. لازم يكون في شيء اسمه NDA بينك وبينهم، ديسكلوزر اجريمنت بينك وبينهم، بعدين تقدر تفحص موقع. في شركات متخصصه بس بفحص المواقع خارجيا وداخل الشبكات داخل بمبالغ يعني طائله. لكن لنا تاريخ في اختراق البنوك. بنك اوف امريكا اخترق، بنوك اسرائيل قبل فتره اخترقت، اكثر من 70 مليون فيزا ببلشت اونلاين. هذا السعودي اللي مات الله يرحمه قبل فتره، انا ما ادري اذا هو اللي مات نفسه او لا. بس واحد اسمه هاكر عمر قبل اسبوع بالضبط مدير في يشتغل في شركه تصمم شبكات بنكيه، بلغ البنك المركزي الايراني عن وجود ثغره وتم تجاهله لمده سنه كامله. قبل اسبوع من يظهر انه يعني ضاق من الموضوع، فنشر 3 مليون حساب ل 22 بنك ايراني وحطهم على الموقع بالانترنت. زعل هذا زعل عشان البنك المركزي ما عبره يعني. افسد يعني تخيل ثاني يوم 3 مليون شخص ينزل الشارع يدور يعني حساباته. الموضوع الثاني كله راح. لا هو يمكن ما يسرق، هو قد يستطيع ان يسرق. يستطيع لكنه هذا ما سرق. الحكومات المواقع الالكترونيه الحين الكويت وغيرها من الدول تتجه الى شيء اسمه الحكومه الالكترونيه، جميع الخدمات بطاقات ذكيه قاعد تشتغل فيها هيئه البطاقه المدنيه، معلومات مدنيه، المعلومات البنزين راح تعبيه عن طريق الكرت، ممكن تحط فلوس في الكرت، تدفع مكالماتك في الكرت، راح يكون في تشيب في كل معلوماتك. هذا شيء زين، لكن يجب ان يؤمن بشكل عالي جدا، لان المشكله عندنا اكبر مثل تعرضت له استونيا في 2009 تقريبا
استونيا من افضل الدول تستعمل جميع خدماتها، حتى التصويت الالكتروني وحتى البرلمان عن طريق البطاقات الذكيه وعن طريق خدمات الكترونيه. قررت في يوم من الايام انها تشيل، لانها هي من تبع دول الاتحاد السوفيتي، بتشيل بس تمثال وبتغير مكانه، وكان في تقريبا 30% روس عايشين في استونيا. صار لاستونيا اكبر هجمه الكترونيه عزلها بالكامل عن العالم. الشعب ما يقدر يستعمل بطاقاته في تعبئه البنزين، وما في طريقه كاش الا عن طريق البطاقات. الشعب ما قدر، محطات الاذاعه والتلفاز كلها عطلت، البنوك عطلت، حتى في الجزيره سووا تغيير كامل عنها، حتى المحلات اللي تبيع خبز مو قادر تاخذ من المخبز، لان المخبز يتعامل بطريقه الكترونيه في صرف الكميات الطحين. فشلت الدوله بالكامل لمده تقريبا 36 ساعه، ونزلوا الناس بالشوارع، قامت تكسر المحلات، اصابتهم لان الناس محتاجين سلع، محتاجين، زائد ان الاعلام غير متوفر، التلفزيون معطل، انا ما ادري شنو قاعد يصير، يمكن تعرضن لغزو، ممكن تعرضن لشيء. لذلك هذه الخدمات اذا لم تؤمن تامينا يعني جديا ممكن تعرض الدوله الى شلل. جميل. زين، ماذا عن طريقتنا في الشراء دائما، اللي هو نشتري تذاكر مثلا طيران، نحجز الفنادق عن طريق البطاقه، نشتري اجهزه معينه من برا. هذه المواقع مدى امنها ومدى سلامتها ابو يوسف، هل تؤيد هذا الامر ام لا؟ انت ممكن تتخذ احتياطات مسبقه، انك ما تاخذ الفيزا الانليمتد او المفتوحه. في بطاقات اسمها بطاقات الانترنت الحين، حتى بتشتريها بدون اسم، اللي تعبيها بدون اسم. ممكن بدون اسم، يعني بنك بوبيان ممكن يعطيك كرت بدون اسم، طبعا يسجل اسمك رقم مدني اذا صار شيء، لكن ما عليها اسم، لان انت لما تشتري ترى ما تشيك على اسمك. يعني تشيك على رقم حساب. لو تحط اي اسم عادي راح، اهم شيء رقم الحساب والسي في في والرصيد الداي، وتشيك على الرصيد وبس. وتقدر تعبيها بالرقم اللي انت تبيه، يعني مثلا تعبيها 1000 دينار 500 دينار، تعبيها 100 50 10، ممكن تبي تشتري تعبي. هذه امن حق المستخدم اللي ما عنده يعني. زين، شلون نعرف المواقع هذه، المواقع اللي اقدر اشتري عن طريقها التذاكر او الحجوزات او احجز سياره او ما الى ذلك، من الامنه من غير الامنه، شلون نعرف هذه المواقع؟ يعني يفضل انه يشتري مثل المواقع المعروفه المشهوره، مثل موقع امازون، موقع اي باي، مواقع الرسميه لشركات الطيران، مواقع رسميه للفنادق، موقع مثل البوكينج. في مواقع يعني رانكها عالي ومشهوره ومعروفه، ممكن يكتب بجوجل اي سيرش بيست هود ريزرفيشن او كذا، ممكن يطلع له افضل المواقع. وما يضمن بعد لا تخترق هذه، ومشكله. هذا مشكله ثانيه، ممكن المؤسسه تخترق. هي نفسها المؤسسه هذه اللي المؤسسه ممكن تخترق، يعني جوجل لو اخترق شوفوا كم البيانات اللي راح يطلع. يعني انت هوتميل فضيحه اكبر من ويكيليكس باضعاف اضعاف. طبعا اكيد. انت عندك اكبر مؤسسه استخبارات في العالم اسمها ستراتفور، هي تعتبر اسمها ظل السي اي اي. اخترقت شهر 11 يوم على قولتهم كريسمس، اكثر من 5 مليون ايميل اعطوها الهاكرز اسمهم انونيمس الى شركه الى ويكيليكس. الحين قاعد يطلعها واحد واحد، فيها اهوال ومصائب بس عشان الميل سيرفر. اكبر شركه استخباراتيه عندها اكثر من 93 عميل، يمكن 10% منهم عندنا بالوطن العربي، وزارات دفاع وطيران وسفارات ومكاتب خاصه. ما نشروا واضح انه ما نشروا يعني اسماء. نشرت الاسماء، نشرت اسماء عملاء في الشرق الاوسط، اسماء جواسيس بالكويت يشتغلون مع ستارتفور، حطوا اسمائهم الكامله. نعم، فيهم كويتي وفيهم مصريين اثنين عايشين في الكويت، موجودين بالكويت، رئيس تحرير جريده بعد، وحطوه في موجود الى الان في الويكيليكس، انا منزله وشايفه. هذه معلومه جديده جدا، يعني اعتقد بان الناس ويكيليكس فيها معلومات يعني انا لا يمكن الا ان المؤسسات الاستخباراتيه الدول العربيه ولا الصين وكوريا هذه شكلت فريق كامل لتحليلها ومعرفه سطر فيها. طبعا. لكن احنا ما انا اتوقع ابو يوسف المشاهدين كلهم بعد شوي بعد البرنامج راح يدشون يبحثون عن اسم هؤلاء الجواسيس في الكويت واسم رئيس تحرير الجريده اللي يعني اشرت له. خلينا نتكلم عن مواقعنا الحساسه، بنوك نحن تكلمنا عنها، تكلمنا قبل قليل عن اختراق وزاره المواصلات وقبلها وزاره الاوقاف. الاوقاف شؤون الاوقاف او العدل. ماذا عن الدفاع، الديوان الاميري، يعني ماذا ديوان الخدمه المدنيه، ماذا عن مواقع المؤسسات هذه؟ هل يعني فيها هذا ما فيها غشمره؟ هل الكويت يعني مؤمنه نفسها تتعامل مع شركات حراسه قويه جدا؟ الشركات كل المؤسسات الحكوميه هذه لها ادارات متخصصه في تقنيه المعلومات ولها مستشارين
مو امن المعلومات، متخصص في المعلومات، قطاع التكنولوجيا، قطاع او اداره تقنيه المعلومات، اداره مضمون المعلومات. احنا صراحه في فقر شديد بموضوع امن المعلومات، يعني لازم كل مؤسسه من هذه، وهي مؤسسات مهمه جدا، يكون فيها شيء اسمه سوك او اوبريشن سكيورتي اوبريشن سنتر. هذه تضمن امن هذه المؤسسه، تفحص هذه الوزاره، تعرف نقاط ضعفها، تؤمنها، تؤمن موقعها. لازم كل وزاره في الدوله يكون فيها قسم خاص لامن المعلومات، ويكون صلاحياتها عاليه، ويتبع خليه يتبع حتى مكتب الوزير، لان هذا شغله حساس. احنا عندنا مصيبه اعلى اصلا من هذا. قواعد البيانات للشعب الكويتي 90% منها على موقع وزاره الداخليه، انت تنزله تسوي داونلود، فيها جميع الاسماء والبطاقات المدنيه والعناوين السكن ومكان الاقامه، اللي هي جداول الناخبين اللي تتكلم عنها. طيب هذه مصيبه، شلون تنتشر كذي؟ اخذ الرقم المدني، ادش موقع مثلا وزاره الاسكان يطلع لي تاريخ طلب البيت واسم الزوجه تو شالوه. ادش موقع المنحه الاميريه طلع اولاده عيالهم واحد واحد. ادش برنامج نمبر بوك اطلع رقمه. اقدر اطلع قضايا اللي عليه. فهذه مصيبه، انت قاعد تعرف جميع معلومات الشخص. احنا من نعم الله ان الجريمه الالكترونيه مو منتشره، والوعي يعني تلقى فيه يمكن 20 30 هاكر بس، ومو يعني بذاك الخبره. لكن لو احنا نفس هذا الوضع في امريكا ولا اوروبا، صراحه هذا تعتقد من الدول يعني الدول فيها وعي امني بعض كبير. الدول الاقليميه ما تعتقد انها تدخل عن طريق هذه المواقع؟ ممكن طبعا، وتستغلها وتعرف كل شيء طبعا. جميل. نأمل يعني ان شاء الله. والناس يخافون، يعني في الدول العربيه يخافون دائما من اجهزتهم الامنيه. نحن نراهن وان شاء الله يعني نطمئن ان وزير الداخليه هو الشيخ احمد الحمود، ما هو وزير يعني يحرص على ان يجمع معلومات مثل هذه المعلومات اللي يضر فيها الناس او يهاجم فيها خصوم سياسه الحكومه. حتى وكيل الامن الجنائي الشيخ احمد خليفه. ناس نعتقد ان شاء الله، ولا نزكي على الله احدا، بان هذين الشخصين يعني ان شاء الله لديهم المسؤوليه ما يمنعهم من ابتزاز او تهديد الاشخاص بحسب المعلومات التي يحصلون عليها. عبد الله العلي، شخصيا انت يعني فتحت عيون الناس لطريقه التهرب من مراقبه الحكومه ومراقبه الاجهزه الامنيه، وما ادراك ما الاجهزه الامنيه في البلدان العربيه. هذا الامر ما اثر عليك امنيا انت تحديدا؟ ما لوحقت؟ ما جاتك تلفونات ان يا عبد الله علي وقف ارشاد الناس؟ هنا المعلومات خلينا نتكلم بصدقيه. انا المعلومات اللي اقولها مو معلومات سريه او غير متواجده. المعلومات هذه موجوده في ويكيبيديا، موجوده في جوجل، موجوده اصلا. هذه تعلم في الجامعات وتعلم في المعاهد وتعلم في المدارس. بس الناس ما فتحوا عيونهم بيوسف. انت الان انا شركه او انا جهه امنيه ابي ادش عن طريق الواتساب، ابي ادش، انت منعت الناس من الواتساب او خوفت الناس، فالناس استمعوا لنصيحتك وراحوا. ما تعتقد انك انت ضريتني؟ هو مو موضوع الضرر. يعني انت جهاز امني مهما كنت لازم تعرف حدودك، وايضا احنا نعرف حدودنا. هذا حق الواحد يستعمل حقه، هذا حق موجود في الدستور ماده 39، حق سريه المراسلات وعدم الاطلاع عليها الا بنص من القانون. إذا الجهاز الأمني عنده إيمان بأن هذا الشخص يرتكب مخالفة، ممكن بالطرق القانونية يروح شركة الاتصالات يشوفون أن هذا يستعمل خدمة تشفيرية من جوجل، خليه يراسل جوجل. جوجل يفيده ويعطيه، ممكن يعطي معلومات. يعني لأن الإنترنت عالم صار مفتوح، أنت أيضا لازم تزيد عليه يا أخي في أمريكا الاف بي آي تعاني من صداع بسبب كثرة الجرائم الإلكترونية، لدرجة أنها طلعت قرار أن أي مؤسسة تخترق إذا كان خسائر الاختراق أقل من 150 ألف دولار ما نسجل قضية، توكل على الله. أوف. وللأفراد أقل من 50 ألف ما نلاحق. تكلفة البحث والتحري طبعا وإثبات المعلومة على هذا الشخص أصلا، حتى لو تدري يعني في قاعدة عامة حتى في القضاء، مو المعلومات اللي يعرفونها عنك هي المهم مهما عرفوا عني. المهم ما اللي يقدرون يثبتون عليه بالقضاء إثباتا يقينيا جازما أني أنا ارتكبت هذه الجريمة. نعم. بالأدلة وليس فيها شك أو شبهة. هذه ما يمكن تثبتها في الجرائم الإلكترونية الحين. يعني أنا كثير من الحكومات يعني لو لم يعترف مثلا موقع إلكتروني لو لم يعترف بهذا الموضوع ما يقدروا يثبتون عليه. لا طبعا لازم في واحد يشتكي طبعا أول شيء. إذا أحد اشتكى على موقع إلكتروني، أو على سبيل المثال واحد مثلا في تويتر
باسم غير واضح، حط له رمز ابن الكويت او اللي هو، نعم. ودش يهاجمني ويشتمني وكذا، رفعت عليه قضيه. هل اولا يكتشف يعرف اسمه، وبعدين هل بالامكان يعني الحكم عليه، ان القضاء يكون عنده ادله تثبت ان هذا الشخص بالفعل هو من هاجم فلان؟ الطريقة الصحيحة أن يتم مراسلة تويتر أن هذا قام بكذا وكذا وكذا، ويتعامل معهم تويتر ويعطيهم المعلومات. هني تعتبر دليل قانوني. الجهاز الأمني قد يستعمل أسلوب آخر، قد يستعمل مثل ما قلت بنت، واحد يعني ينتحل شخصية بنت، واحد ينتحل شخصية محامي، شخصية واحد معارض، يشوف هذا شنو موجته، يمشي على موجته ويتعرف عليه ويعرفه. ممكن يصير له رابط، مجرد أن يضغط على الرابط يطلع IP، يعرف مكانه، يراسل شركة اتصالات تزوده بالمعلومات. بعدين عاد يتم استدعاء وتحقيق معه وتوجيه التهمة وإحالة المحقق، لأنه في الغالب سب وشتم. هل هذه ثابتة قانونا؟ هذا السؤال. يجب أن يكون في الدول الأوروبية يعني أو أمريكا شيء اسمه الفورنسيك بروسيس، اللي هو التحقيق يعني الشرعي أو الأدلة الرقمية، معقد جدا، معقد. تدري لو المحقق يمسك لابتوبك بس ويطق ستارت يبطل عند القاضي ان هذا كدليل، لان اي حركه انت تديها ممكن انه يكون دخل شيء ممكن آخر. ما تدري. لازم في بروسس معقد جدا، يصير سيز للجهاز، يتم مصادرته، يتم اخذ كوبي من كامل ملفاته، يتم تحليلها في برامج معتمده من وزاره الدفاع الامريكيه ووزاره العدل الامريكيه، تم اختبارها ان هذا يعتبر كدليل عليك. بعدين توجه لك تهم. بعدين في شيء ثاني، ان اغلب الجرائم هاي ترى يعني حتى في امريكا، واحد امس اخترق 269 شركه خاصه ونشر بياناتها على الانترنت في 3 شهور، حكم عليه بسجن 3 شهور. حتى العقوبات بس في شغله ثانيه اقل. نعم. في الكويت مثلا وايد ناس تتكلم، حتى في السعوديه وفي الدول الثانيه دائما نقول نريد عقوبات على الجرائم الالكترونيه، نريد عقوبات على الجرائم الالكترونيه. احنا ما نبي عقوبات على الجرائم الالكترونيه، احنا نبي قوانين تحفظ خصوصيه الفرد، نبي قوانين تحفظ حقنا في عدم اعتراض بياناتنا وجمعها من قبل الشركات والمؤسسات. هذه اهم شيء، هذه هي الجريمه. انت لما تحط لي جريمه واحد عيار واحد في تويتر، او مثلا واحد اعترض، يعني في واحده من الدول الخليجيه من اعترض معلومه يعاقب بالحبس سنه او يعاقب بكذا وكذا، وعندك شركه اتصالات قاعده تعترض جميع المكالمات وجميع الترافيك، البيانات اللي قاعد. يا اخي احنا نبي قانون يحفظ الناس، يحفظ. اذا نعود للنقطه هذه مره اخرى ابو يوسف، ان يعني ما يمكن بسهوله اثبات ان هذا الشخص يعني هو اللي قام بهذا الفعل ما لم يعترف. يعني على سبيل المثال خلينا نرجع لحادثه اقتحام سكوب. الداخليه استعانت بالموقع، راحت الموقع استعانت بالشركات، منو اللي كان متواجد، الارقام اللي كانت متواجده، وبناء عليه قبضت عليهم. الشركات لها هواتف تتكلم، وعرفت عن طريقهم الهواتف الموجوده، واستدعت اصحاب هذه الهواتف. بامكان اصحاب هذه الهواتف انكار انه مثلا والله لا، اللي ماخذ التليفون ترى شخص اخر. في هذه الحاله لا يمكن الاثبات عليه، صحيح؟ ما يمكن اثبات الا بوجود شهود انه هو متواجد، او صور او شيء، او صور او شيء لازم يثبت. هو في النهايه يعني يرجع للقاضي، القاضي لازم أن يقتنع اقتناعا جازما انك انت كنت في محل الجريمه وارتكبتها فعليا. اذا طرأ شك او احتمال، القاضي المفروض يعني ما يحكم عليك. خلنا ابو يوسف نشوف عن الاجهزه الحكوميه التي تتعامل في هذا الجانب، وانت جايب الكمبيوتر يمكن مجهز لنا البيج براذر والسباي فايلز عشان نلحق عليه، لان ما عاد باقي عندنا وقت، يمكن 3 دقائق. حاول. اوكي، مثلا انا راح اتكلم عن مثلا هني طلب هذه جوجل ترانسبيرنسي ريبورت، تقرير الشفافيه لجوجل. جوجل اي طلب حكومي ياتي له يتم عرضه في الموقع هذا، جوجل ترانسبيرنسي ريبورت / مثلا هني عندك تقرير الشفافيه جوجل، عدد طلبات ازاله المحتوى، الحكومات اللي طلبت ان يزال محتوى معين. الولايات المتحده في سنه 2010 من يوليو الى ديسمبر طلبت ازاله 1420 محتوى من جوجل. مثلا عندك ليش تزيلهم؟ يعني حمايه؟ يعني هذه لا، ممكن المحتوى مخالفة هذا للقانون، ممكن مخالف للقانون. ممكن مثلا واحد يبتز واحد، نشر شغلات خاصه. ممكن واحد يرفع قضيه ان هذا الشيء مثلا جرحني او شيء. هذه مثلا امريكا. عندك مثلا بريطانيا طلبت بيانات وطلبت ازالات محتوى خلال من يوليو الى ديسمبر 2010 93360. ماذا عن دولنا؟
ارجع انا ما شفت ولا دوله يعني، بس في باكستان يعني، ما في دول عربيه يعني، في الدول المسلمه مثلا طلبات بيانات المستخدمين نبي نعرف من هذا الشخص. المملكه المتحده طلبت 1200 يعني ريكوست فيها 1400 شخص نبي نعرفهم. امريكا طلبت 5900 خلال كم؟ من يناير الى يوليو 2011. اها. امريكا طلبت 5000 طلب ريكوست فيها طلب بيانات 11000 شخص من جوجل نبي نعرف هذا الشخص من هذا. نعم. في بس نقطة مثلا في دول ما تقدر تطلب هالطلبات او مو فاضية، فتروح تحجب المحتوى من جوجل، تحجب الموقع، تحجب المقطع من اليوتيوب، تحجب الكذا. هذه شواهد لهذه الدول اللي حجبت المحتوى. مثلا عندك 6/3/2009 بنغلاديش حجبت اليوتيوب لمدة 4 أيام لأن بنغالي رفع فيديو واحد محتواه يثير الجدل. 4 أيام اليوتيوب كاملا عن الهول نيشن في بنغلاديش. المغرب أوقفت جوجل إيرث، ما حد في المغرب يستطيع تصفح جوجل إيرث لمدة عام كامل بسبب خلاف على تصوير الصحراء الغربية. مصر في أيام سكايبي أيضا بالكويت أبو يوسف. سكايبي لأن وزارة المواصلات بموضوع ربحية ما أخذت يمكن من هالزاوية هذه. إيران منعت الوصول لأي محتوى مشفر لجوجل، غير مشفر دش عشان نقدر نراقبك، مشفر لا تدش عشان ما نقدر نراقبك. طيب ماذا عن الأجهزة الأمنية اللي راحت أبو يوسف للمؤتمر اللي تكلم عنه؟ في مؤتمر عشان ما عاد باقي عندي يمكن دقيقة بناخذها بالواسطة من الأخبار أخواننا أوكي. في الأخبار. في مؤتمر اسمه مؤتمر ISS وورد للدعوة فقط، تدعى له لو انفورسمنت ايجنسي اللي هو وزارات العدل مثلا، وزارات القضائية الحكومية، نعم، الأمنية. شوف هذا الشيء علمهم في المؤتمر. في طبعا هو كونفرنس يتكلمون، وفي في أدوات للبرودكت للمراقبة. مثلا عندهم تراك 1 ISS فور لو في الانترسبشن. أعطى بالعربي عشان الجمهور كله يكون معنا. يعني اعتراض المعلومات والتحقيقات الجنائية، مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والانفستيجيشن التحقيقات فيها، موبايل لوكيشن مواقع الهواتف، السيرفينيس للمراقبة هذا المؤتمر وين قلنا أبو يوسف؟ المؤتمر هذا يصير في 7 دول، آخر واحد صار في دبي. دبي. منو حضره؟ من حضره؟ مثلا أنا الحين بشغل كمبيوتر. نبي نعرف من ربعنا من اللي حضره. اوكي، احنا في موقع اسمه سباي فايلز، سواه ويكيليكس بروجكت، عند كل الشركات التي تنتج ادوات المراقبه تستعمل 5 تكنيكس المراقبه. الاول هو الان معنا على الشاشه. نعم. هو الانترنت مونيتورنج، فون مونيتورنج، تروجن، فيروسات، سبيتش اناليسيس يتحلل كلامك ويدج لك SMS وتراكنج. من الدول اللي حضرت؟ ممكن هنا نشوف الدول اللي حضرت هذه المؤتمرات، منها نعرف ان هذه الدوله هي انترستد وهي مهتمه بالمراقبه. نعم. مثلا لو نروح مثلا في الكويت، حضرت 3 جهات حكوميه هذه المؤتمرات. السعوديه حضرت 9 جهات. شنو الجهات اللي عندها؟ يبين الجهات. يبين. اعطونا الجهات اللي حضرت المؤتمر اللي عشان يبون يعرفون التواصل الاجتماعي. مثلا في هذا الموقع طبعا اسمه بيج براذر، يعني يسمونه بيج براذر يعني نفس يسمونه الحكومه ولا كذا. الموقع هذا يبين لك لانه هو مضاد للمراقبه ومضاد ويحمل خصوصيه، فدائما يعني يجمع هالمعلومات ويطلعها. عندنا وزاره الدفاع حضرت، وزاره المواصلات، وزاره الداخليه. هذا المتوقع كوزارات هم يتكلموا، ما يتكلموا عن الجهات اللي داخل الوزارات. اي مثلا يحط لك الوقت اتند سنه 2008 يحضروا وكل التفاصيل يعني. وفي شغلات يعني جميل. اذا في يعني تبي تضيف شيء على نفس البرنامج هذا ابو يوسف، لاني بختم ما عاد عندي وقت، خذينا بالعكس تجاوزنا على الزملاء في الاخبار. اذا تبي تختم شيء. انا حاليا ما عندي شيء، بس الشخص يجب ان يكون واعي امنيا، المعلومات متوفره، ممكن يدخل في جوجل يبحث عنها، ممكن يروح اي مكان، يعني شيء ليس بالصعب، وهاي شغلات ترى تدرس. صراحه المهندسين، في مهندسين كثيرين بالكويت لازم يعملون على توعيه الناس. المؤسسات الحكوميه، احنا ترى من يوم دخل الانترنت سنه 96 بالكويت ما في ولا مؤتمر لوعي امن الانترنت سوته ولا جهه حكوميه، بس مؤتمر واحد يومين تذكره دخول 400 دينار. 400 دينار. 400 دينار. اوف. الأسئلة كثيرة أبو يوسف، ألف شكرا لك تخصص هذا الوقت وتعبناك معنا بالأوراق، وشكرا لك على تعاونك حتى في تويتر مع الناس وعلى اهتمامك بخصوصية الناس، والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا على المتابعة. يعني فعلا الأسئلة كثيرة جدا، بقي يمكن تقريبا حوالي 20 سؤالا لم نستطع طرحها على ضيفنا عبد الله العلي، خبير في أمن تكنولوجيا المعلومات.
نلتقيكم إن شاء الله بعد غد في حلقة أخرى، ونأمل أن تكون هذه المعلومات كافية ووافية لتستطيعوا تبنوا عليها قراراتكم، هل تستخدموا هذا البرنامج أو ذاك كما شرح لنا عبد الله العلي. نلتقيكم إن شاء الله بعد غد، إلى ذلك الوقت تقبلوا التحايا في أمان الله.